السلام عليكم. ازيكم الاول؟ يلا بينا بقى على يونت 1. انا كنت قبل كده رسمت لكم رسمه جميله كده في اول محاضره بتاعه التاسيس، كان اسمها التنسز اللي هي الازمنه. اليونت ده عندي فيه 2 تنسز، عندي زمنين. الاول يعني ايه زمن؟ دي الجمله بتتكون من subject وفيرب وكومبلمنت، فاعل فعل مكمل. الفيرب ده ساعات يبقى اخره اي دي، وساعات يبقى اخره اس، وساعات يبقى اخره اي ان جي، وساعات يبقى بلي ويل، وساعات يبقى مش عارف ايه. كل لما الزمن بيتغير شكل الفيرب بيتغير. فهو النهارده عامل لي ايه؟ عامل لي زمن اسمه الباست سيمبل اللي هو بالعربي اسمه الماضي البسيط، وزمن اسمه الباست كونتينيوس اللي هو بالعربي اسمه الماضي المستمر. وبعدين بقى هياخد الزمنين دول الباست سيمبل والباست كونتينيوس ويقعد يحكي لي حكايتهم، وبعد ما يخلص حكايتهم هيروح عامل ايه؟ هيروح بقى عامل لي ادوات ربط، واحده اسمها وايل وواحده اسمها وين. انا عشان اقدر اشرح لك وايل وين دي لازم الاول افكرك يعني ايه باست سيمبل ويعني ايه باست كونتينيوس. لو جبت بيج 9 كده في الملزمه معاك، ايوه يلا بينا، هتلاقيني عامل لك جدول في تيبل حاطط لك فيه زمن الباست سيمبل وزمن الباست كونتينيوس. طيب نبدا بالباست سيمبل. لو عندي جمله وعايز اخلي زمن الجمله باست سيمبل اعمل ايه؟ قال الباست سيمبل ده هو التصريف الثاني للفعل اللي هو غالبا بيبقى باضافه اي دي. زي ايه؟ زي ما اقول اي واتش التي في، ده باست سيمبل. اي سو هيم، ده باست سيمبل. اي واز اسليب، ده باست سيمبل. اي فيرب عايز تخليه ماضي بسيط حطه في التصريف الثاني. خلاص، يبقى لما يجي اقول لنفسي كده انا عندي زمن اسمه الباست سيمبل بيتكون من ايه؟ بيتكون من التصريف الكام؟ الثاني. الزمن اللي بعد كده اسمه الباست كونتينيوس. باست كونتينيوس يعني ماضي مستمر. طب انا سمعت واحد صاحبي يقول انه خد الباست بروجريسيف. ما هي بروجريسيف هي كونتينيوس، ولكنكم تحبون البروجريسيف. الباست كونتينيوس ده هو ايه؟ قال الماضي المستمر ده بيتكون من ووز او وير فيرب بلس اي ان جي. اي وهي وشي وإيت والمفرد ووز. يو ووي وذي دول والجمع وير. زي ما اقول ايه؟ زي ما اقول I was watching TV. يبقى انا عندي زمانين، باست سيمبل ماضي بسيط تصريف تاني. زي ما اقول كده I watched TV. watched دي ماضي بسيط، ده باست سيمبل. طب والباست كونتينيوس بيتكون من ايه؟ بيتكون من who وير اي ان جي. يعني اقول I was watching TV، ده ماضي بسيط ده ماضي مستمر. طب بالمره النفي بتاعهم. الباست سيمبل الماضي البسيط بنفيه بكلمه didn't زائد الانفينيتيف. يعني بدل ما تقول I watched، لا ما تقولش I watched، تقول I didn't، بس ما تقولش didn't watch، تقول didn't watch. طب الباست كونتينيوس الماضي المستمر تنفيه بوز وير نوت اي ان جي. يعني بدل ما تقول I was watching، لا مش هتقول I was watching، هتقول I wasn't watching TV. طيب انا عندي ماضي مستمر بيتكون من ووز وير فيرب بلس اي ان جي بنفيه بوزنت، وعندي ماضي بسيط بيتكون من التصريف الثاني بنفيه بديدنت بلس انفينيتيف. اللي يهمني بقى في الليله دي كلها امتى استخدم الباست سيمبل وامتى استخدم الباست كونتينيو. اهو الاستخدام ده هو الحوار بتاعنا كله. امتى استخدم الباست سيمبل؟ اول استخدام للباست سيمبل قال لما نعبر عن هابت يعني عاده، بس عاده في الماضي. عشان كده انا ممكن يجي لي لسه ناس لغايه دلوقتي بتقول لك الكلمات الداله. كلمات داله ايه يا راجل؟ ممكن يجي لي جمله في الامتحان يقول لي ايه؟ when I was young. بص الجمله when I was young. طبعا قال لي when I was young يبقى الكلام ده حصل وانا ايه؟ ايوه وانا صغير، يبقى الكلام حصل في الماضي. I always space Alex. واد لسه بيفكر بالطريقه القديمه وبالنظام القديم وبالتفكير القديم، يروح سايب الجمله دي كلها ويروح باص على كلمه always، يقول لك ولا always دي بتدل على زمن. اسكت اسكت. الراجل بيقول لك when I was young، انا لما كنت صغير كنت دايما بزور أليكس. يبقى الواد ده كان وهو صغير بيزور أليكس، بس دلوقتي ايه؟ بطل. يبقى دي عاده، بس عاده فين؟ في الماضي. يبقى انا هستخدم زمن الباست سيمبل ماضي بسيط. يبقى اقول I always visit ولا visited. ليه قلت visited؟ لان الجمله باست ماضي بس هي هابت. هابت يعني ايه؟ عاده.
يبقى اول استخدام للباست سيمبل عاده فين؟ في الماضي. او فعل بدا وانتهى في الماضي، يعني حاجه خلصتها في الماضي ودلوقتي ملهاش اثر. كانك بتقول لصاحبك ايه؟ ناو يا ما تيتشر، انا دلوقتي مدرس، مع اني زمان كنت مترجم. انا بس دلوقتي مدرس، يعني انت كنت مترجم وبطلت ترجمه. او انا مع اني زمان كنت كوافير هرجي، يعني بقصقص شعرويه، بنقصقص الشعر. يبقى برضو الكلام ده حصل في الماضي. ما دام حاجه حصلت في الماضي وخلصت في الماضي وخلاص، ما يعني انا عايز اقول ايه؟ ان الواد، ان مثلا محمد صلاح كان بيلعب في نادي فيورنتينا، او بيلعب في نادي روما، وهو لعب في روما بس لعبه في روما خلص، يبقى نقول محمد صلاح بلايد في روما. ليه بلايد في روما؟ لان هو لعب للنادي ده والفعل حصل في الماضي وخلص في الماضي ومالوش اثر، دلوقتي بيلعب فرقه ثانيه. قال لي كمان بيعبر عن فعل بعد فعل او قطع فعل. ايه الهري ده؟ بصوا عليا كويس. لو انا عملت حاجتين، فيرست اكشن وسكند اكشن، يعني انت عايز تقول ايه؟ انا بعد ما اكلت نمت، انا بعد ما ذاكرت خرجت، يبقى انت عملت كام حاجه؟ 2. رقم 2 دي اللي حصلت تاني واحده دي هتبقى بس سيمبل. وقعدوا لي طب الاولانيه هتبقى حاجه اسمها باست بيرفكت، هناخدها في يونت 2 اللي هو بيتكون من هات زائد البي بي. يبقى الباست سيمبل بنستخدمه لما نعبر عن السكند اكشن او فعل قطع التاني. كأن انت بتقول لصاحبك ايه؟ امبارح وانا باكل ابويا جه. يبقى انا كنت باكل وكنت ايه في الاكل؟ مستمر. اما ابويا جه ايه؟ ها، قطعني. اللي قطع ده بس سيمبل. فتقول ايه؟ during lunch، اثناء الغداء my father arrived، او during the match he fell. يبقى في حاجه كانت مستمره والتانيه ايه؟ قطعتها. اللي بيقطع بس سيمبل، اللي بيقطع ماضي بسيط. امال ايه الباست كونتينيوس؟ قال الباست كونتينيوس فعل كان مستمر فين؟ في الماضي وقطعه تاني. ايه ده الكلام ده؟ فعل كان مستمر في الماضي، يعني انا بقول لمحمد غنيم ده انا امبارح اتصلت بيك ما ردتش. محمد غنيم ده بتاع يلا ستيب اللي احنا بنصور عندهم دلوقتي. بقول له ده انا امبارح اتصلت بيك ما ردتش، فمحمد غنيم بيقول لي معلش والله انا اسف اصل انا كنت قاعد باكل. ده معناه ان انا لما اتصلت كان بياكل وكان ايه في الاكل؟ مستمر. يبقى لازم يقولها لي كده، يقول لي كده سوري I didn't answer، I didn't answer because I was eating. وعشان كده لما اقول لك ايه؟ ده انا دخلت عليهم المكتب لقيتهم كلهم مشغولين، يبقى انا لما دخلت عليهم المكتب لقيتهم وركد خلصوا شغل ولا وير وركينج؟ ايوه هي ووز وير فيرب بلس ها اي ان جي. جاب جمله قبل كده في الامتحان بتقول I called him but he didn't answer. I called him but he didn't answer. ندهت عليه وما سمعنيش، ما ردش عليا. اصل وكان بيقرا في الجريده. يبقى انا لما ندهت عليه كان الواد دوت ريد، هاد ريد ولا ووز ريدينج. عارف لما ابوك يقول لك ياض بقى لي نص ساعه بنده، تقول له والمصحف كنت بذاكر. I was studying online. يبقى الباست كونتينيوس بيدل ان في حاجه كانت مستمره، قعدت مستمره شويه وخلصت خلاص. يبقى ايه علاقه الزمانين دول ببعض؟ ان الباست كونتينيوس الماضي المستمر بيدل ان في شيء كان شغال، وشغاله ايه؟ مستمر. قام وهو شغال حد قطعه. اللي كان شغال ده was aware verb plus ing، واللي قطعه ده ماضي بسيط تصريف تاني. طيب انا عارف ان انتوا بتحبوا الكلمات الداله مع ان هي كلام فارغ بس هنقولها. الكي ووردز بتاعتهم بقى قال لك ايه؟ قال لك الكي ووردز الكلمات الداله بتاعت الباست سيمبل كلمه يسترداي خدناها في كي جي 2، كلمه once ذات مره، ago I saw him a long time ago، in the past on زي ما اقول on Monday on Friday at 5 o'clock it's time would rather. بس انا عايزك تديني دقيقه كده في would rather دي عشان دي حوار كبير. would rather دي حكايتك ايه يا would يا rather؟ would rather دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك لو عندك جمله بتقول I would rather بس، وعندك جمله بتقول I would rather
you space now. وعندك جملة بتقول I would rather you space yesterday. ايه حكاية الثلاث جمل دول؟ أنا عايزك وعايزك تبص هنا وتركز على الآخر، سيب بقى كل حاجة في إيديك ده، سيب الكلام اللي في بالك ده وتعالى. هنا مكتوب would rather، وهنا مكتوب would rather، وهنا برضو مكتوب would rather. بس أول واحدة مكتوب بعد would rather نقط بس من غير حاجة. قال لك would rather لو جه وراها نقط من غير حاجة كده خد فيرب في الانفينيتيف جو. اما لو would rather لقيت وراها subject يعني فاعل، يعني مكتوب I would rather you، اخد فيرب في الانفينيتيف؟ لا. لو الجمله اللي جايه لك في الامتحان فيها حاجه تدل على البريزنت اللي هو المضارع، اختار انت الزمن ده بس سيمبل. يعني ما تقولش you go، قول you went. طب لو لقيت مكتوب would rather you ده فيه فاعل اهو، ولقيت كلمه تدل على الباست يعني على الماضي، ما تختارش بس سيمبل بتاعنا، اختار هات زائد البي بي، يعني خد هات جن. عايز عينك كده تبص كويس معايا. لو وود راذر جاي وراها نقط بس من غير حاجه، نقط كده بس، خد فيرب في الانفينيتيف مصدر انفينيتيف. لو وود راذر جاي وراها فاعل يعني هي شي خالد مي اي حركات، ولقيت ان الجمله اللي قصادك دي بريزنت مضارع، اختار انت ماضي بسيط بس سيمبل تصريف تاني. اما لو فيها كلمه تدل على الماضي زي يسترداي، اختار انت ماضي تام اللي هو هات زائد البي بي، اوعى تنسى ده. طب الكي وورد بتاعت الباست كونتينيوس كلمه وايل، كلمه از يعني بينما، جاست از بينما، وين اللي هي عندما. الباسيف، ايه الباسيف ده؟ انت عارف لما بنيجي نحول، ممكن يكون عندي جمله زمانها ماضي بسيط بس سيمبل، بس هي جمله مبنيه للمجهول باسيف. يعني ايه مبنيه للمجهول؟ يعني بدل ما اقول مثلا اني انا شفت الفيلم، عايز اقول الفيلم اتشاهد. اتشاهد يعني تمت الفرجه عليه. يعني الجمله الاكتف المبنيه للمعلوم بتتكون من سبجكت وفيرب واوبجكت. زي ما اقول كده اني مثلا علي saw a cat، دي جمله اكتف. علي ده السبجكت، سو ده الفيرب، اكاد ده الاوبجكت. عايز اعملها باسيف، قال له عايز تعملها باسيف، زمن الجمله ايه؟ زمن الجمله باست سيمبل ماضي بسيط. الماضي البسيط في الباسيف بيقول لك تبدا بالاوبجكت، بعد الاوبجكت تحط كلمه ووز او وير، وبعدين تحط البي بي اللي هو التصريف الثالث. يعني علي سو اكات، عايزين نعملها باسيف، تعال نعملها باسيف يا حاج. هنبدا باكات، بعدين ووز، التصريف الثالث من سو اسمها سين، يبقى اكات والصين. عايز تقول باي علي قول بقى انها غلط. ده كده اسمه ماضي بسيط باسيف. طب لو بدل ماضي بسيط باست سيمبل كان باست كونتينيوس ماضي مستمر. يعني بدل ما يقول لي علي سو اكات، قال لي كده علي مثلا اهو، قال لي علي was watching a film أو watching TV. علي was watching TV. علي ده السبجكت ده الفاعل، was watching ده الفيرب، TV ده الأوبجكت. ده زمنه باست كونتينيوس. عايز أحولها من أكتف لباسيف، قال عايز أحولها من أكتف لباسيف تبدأ بالأوبجكت بالمفعول، بس ده بقى باست كونتينيوس، يبقى تحط بعديه was أو were being زائد البي بي. يعني علي واز واتشنج تي في، عايز اعملها باسف، تعالى نعملها لك باسف، يلا بينا، يلا يا باسف يا باسف اهو. يبقى تي في was being watch ولا واتشد؟ ايوه هي واتشد. ده اسمه باسيف في الباست سيمبل، في الباست كونتينيوس. يبقى الباسيف في الماضي البسيط was aware زائد البي بي،
زي ما اقول dinner was cooked. اما في الباست كونتينيوس بتكون من was aware being زائد البي بي. طيب هو بقى الراجل عامل ايه؟ الراجل عامل جايب لي شويه روابط مع زمن الباست سيمبل والباست كونتينيوس، ومديني بقى يلا بينا كده، يلا بينا امسك كده ملزمتك وبص معانا. اول واحده عندي اسمها وايل. وايل دي يعني بينما. قال لي وايل دي لها حالات كتيره. وايل يعني بينما بتساوي از وبتساوي جاست از. لو بتربط جملتين واحده فيهم كانت شغاله قام الثانيه ايه قطعتها. يعني عايز اقول وانا قاعد بذاكر ابويا جه، وانا قاعد باكل الباب خبط. قال لك يبقى لازم تخلي الفيرب الاول باست كونتينيوس اللي بيتكون من ووز اوير فيرب بلس اي ان جي، والفيرب الثاني باست سيمبل اللي بيتكون من التصريف الكام؟ الثاني. زي ما اقول while I was reading a book he arrived. while I was in Alex I met her. ايه ده؟ واد دلوقتي قاعد بيقول بس استنى تعالى. انت مش لسه قايل ان ما دام في حاجه كانت شغاله قامت الثانيه قطعتها لازم ده يجي باست كونتينيوس وده باست سيمبل؟ طب ما انا كنت في اسكندريه وقابلتها. في حاجه اسمها ستيتيف فيربس. ستيتيف فيربس اللي هي الافعال اللي ما بتجيش مستمره، زي سي ما ينفعش اقول I was seeing، زي love ما ينفعش اقول I was loving، زي hate وزي be. في افعال ما بتجيش مستمره لازم تبقى بس سيمبل، من ضمنها فيرب تو بي. هنا مكتوب while the room was being cleaned وهي الاوضه بتتنظف، وقعد يقول لي ايه ده ماضي مستمر بس باسف. he was out. طب لو while جت في النص، قاعده بقى حطها في دماغك، اي قاعده في الانجليش بتيجي في الاول او في النص لازم اللي بعدها ده يفضل زي ما هو. يعني while في اول الجمله بيجي وراها باست كونتينيوس، هي جت هنا فين؟ في النص، هات بعدها باست كونتينيوس وقبلها باست سيمبل. يعني هنا كاتب he arrived while I was having، بعدها باست كونتينيوس. I met her while I was in England. he entered while we were cleaning. يبقى لو في حاجه كانت مستمره والثانيه قطعتها يبقى while هيجي وراها باست كونتينيوس والثاني باست سيمبل اللي قطعه. طب افرض بقى عايز اجيب عكس كلمه while، وقعد يقول لي وين؟ لا استنى اقول لك حاجه ثانيه. while لما بتيجي في نص الجمله بيجي بعدها باست كونتينيوس وقبلها باست سيمبل، صح؟ في حاجه اسمها during، وانا عارف ان تقول during دي بيجي وراها اسم، لا انا مش هديك during دي، during غيرها. في حاجه اسمها during that، مش during بس، دي عكس while. قصدي ايه؟ قصدي ان لو انا عندي جمله فيها while اهي، والجمله دي بتقول ايه؟ I was reading، او خليها لك الاول بالحاله الاولى عشان انا كده دخلت في الثانيه. لو انا بقول مثلا I arrived، انا وصلت، while he was eating، انا وصلت وبينما هو قاعد بياكل. لو انا شلت while دي وكتبت مكانها بالظبط كده بس ما كتبتش during، كتبت during that، تقوم تعكس لي، يعني تجيب لي دي هنا ودي هنا. يعني تقول ايه؟ he was eating، هو كان قاعد بياكل، during that، واثناء ذلك I arrived. طيب لو انا بقى عايز اقول وهو قاعد بياكل انا كنت بذاكر، وانا قاعد بذاكر هو كان بياكل. حد بقى فيكم يقول لي انا قاعد بذاكر هو بياكل، مين قطع مين؟ لا يا عم انا بذاكر هو بياكل، يبقى ده فعل كان مستمر، والتاني برضه مستمر. قاعده اي حاجتين بيحصلوا في نفس الوقت يجوا في نفس الزمن. يعني انا عايز اقول وانا بذاكر هو بياكل، ده مستمر وده برضه مستمر. ساعتها بقى هتلاقيني كاتب لك ايه؟ للربط بين جملتين يحدثان في نفس الوقت، simultaneously. يبقى الفيرب الاولاني لو هستخدم قاعده وايل يبقى الفيرب الاولاني باست كونتينيوس والثاني برضه باست كونتينيوس. زي ما اقول كده while I was reading، وانا قاعد بقرا، he was watching TV، هو بيتفرج على التلفزيون. في شويه نوتس
اول ملحوظه بتقول لك ان انا ينفع بجيب بعد وايل دي فيرب بلس اي ان جي بس بدون فاعل، وينفع اجيب بعد وايل كمان حرف جر. يعني انا لو جالي في الامتحان قال لي كده وايل نقط اليكس، ما دام وايل جاي وراها نقط كده من غير حاجه، يبقى انت لازم تختار الاجابه اللي يا اما فيرب بلس اي ان جي يعني حرف جر. يعني انا ممكن اقول هنا وايل فيزيتنج اليكس، بس اقول فيزيتنج بس من غير ولا اي حاجه خالص، او اقول وايل ان اليكس، دي صح ودي صح. يبقى لو وايل جه وراها نقط من غير حاجه نجيب وراها يا اما اي ان جي انا كاتب اهو وايل كروسنج، او اجيب وراها حرف جر كاتب وايل ان بارس. وايل كمان تنفع تبقى اسم بمعنى فتره، فلما تقول ده انا هقعد استنى هنا شويه فتقول I will wait for a while، بس قول a while. فاما نقول لك اهو can you wait here for a while، استناني الفتره. امال ايه during بقى؟ انا اديتك during ذات وقلت لك قاعده during ذات بيجي بعدها بس سيمبل ماضي بسيط وقبلها بس continuous. during بقى لوحدها كده لا، دي بيجي وراها نون، وينفع يبقى اي ان جي لو ما كانش فيه منه نون. يعني انا عايز اقول اثناء مشاهده التلفزيون، عمري ما اقول during تي في، لكن اقول during watching تي في. during كمان بيجي وراها نون، اقول during ذا ماتش، during ذا فيلم، during ذا بلاي المسرحيه. on ودي معناها بمجرد ان، دي بيجي وراها ان جي بس حرف جر، فاقول on playing the match. يبقى انا اقول ايه؟ while I was watching the match، لكن اقول during the match، لكن اقول on playing the match. دي الملحوظه بتاعت ان افعال الاحساس والحواس ما بتجيش مستمر، زي love زي hate وزي want وزي seem، كل دي اسمها stative verbs لما بتجيش مستمر، يعني ما بتجيش غير بس simple بس. ودي القاعده بتاعت would rather اللي فكروني بقى بيها، انا لسه قالها لك اهي عشان انت يعني، لان في طلبه منكم قال لك ايه انا اوقف الفيديو عشان اكتب وراه. ما تكتبش حاجه، انا مش عايزك تكتب حاجه عشان مش عايز اتعبك. احنا عارفين انت راجل يعني صحتك على قدك، ويا دوب قاعد بتتفرج علينا ومش طايقنا، بس معلش نعمل ايه بقى، الثانويه العامه اهي. would rather بيجي بعدها infinitive than infinitive. would rather لو جه وراها فاعل بيبقى الفيرب الاولاني باست سيمبل او باست بيرفكت. باست سيمبل لو كانت الجمله مضارع، اما باست بيرفكت لو كانت الجمله ماضي. اللي نسي منكم الباست بيرفكت بيتكون من هات زائد البي بي. اهو انا كاتب I would rather you left early، I would rather you had left early last week. زي وايل بقى عندي حاجه اسمها وين. طب وين بقى؟ انا لسه قايل لك ان وايل كان بيجي وراها باست كونتينيوس ماضي مستمر وبعدين باست سيمبل، وان العكس. يبقى وين هيجي الاول وراها باست سيمبل ماضي بسيط وبعدين باست كونتينيوس بس كده؟ لا تعالى بقى عشان احكي لك حكايه وين دي وين دي حدوته، وين دي حدوته. قال لك وين دي هناخد ليها 3 حالات. ايه هما؟ 1 2 3. لو كانت وين بتربط جملتين، واحده فيهم كانت مستمره قامت الثانيه قطعتها، واحده شغاله والثانيه ايه قطعتها، يبقى الاولانيه تيجي ماضي بسيط اللي هو التصريف الكام؟ الثاني، والثانيه تيجي باست كونتينيوس ماضي مستمر. يبقى الحاله الاولى الوين ان الفيرب الاولاني يجي باست سيمبل ماضي بسيط والثاني باست كونتينيوس. امتى؟ لما انت تقول ايه؟ when I arrived، انا لما وصلت كان قاعد بياكل، يبقى انا وصلت كان بياكل وكان ايه في الاكل مستمر، فتقول when I arrived he was eating. طب افرض بقى وين كانت بتربط جملتين، واحده فيهم first action والثانيه second action. يعني ايه؟ يعني انت عايز تقول انا لما وصلت كان كان خلص اكل، كده مفيش حد قطع التاني، ده انا وصلت لقيته كل. قال لك يبقى الفيرب الاولاني باست سيمبل ماضي بسيط اللي هو التصريف الكام؟ التاني، والفيرب التاني باست بيرفكت ماضي تام اللي هو هاد زائد البي بي. انا عارف ان في وقت قاعد فيه دلوقتي بيقول ثانيه واحده انا اعرف بقى منين اذا كان قطع ولا بعد ورا بعضه ده. اسمعوني بقى، لو قلت لك when I arrived انا لما وصلت خالد نقط I ate alone انا قعدت اكلت لوحدي، يبقى انا لما وصلت كان خالد بياكل ولا كل؟ يبقى نقول when I arrived خالد had eaten.
had eaten دي past perfect. طب لو قلت لك when I arrived انا لما وصلت خالد نقط I ate with him قعدت اكلت معاه. طالما انا قعدت اكلت معاه يبقى انا لما وصلت كان خالد بيعمل ايه؟ ها مستمر. يبقى نقول ايه؟ when I arrived خالد was eating. طب when I arrived انا لما وصلت لقيت القطر بتاعي ايه؟ I ran and caught it جريت ولحقته. يبقى انا لما وصلت كان القطر had left ولا was leaving؟ was leaving. طب انا لما وصلت فاتني القطر، يبقى انا لما وصلت كان القطر ايه؟ مشي had left. قال لي كمان وان دي لو حاجتين بيحصلوا ورا بعض خبط لزق، يعني ما فيش بينهم فتره زمنيه، يعني تقول ايه؟ اول ما دخلت اول ما شافت النار صرخت. ده اول ما شافت الكلب جريت. واحده شافت كلب هتجري بعديها بقد ايه؟ في ساعتها. انا شفت النار وصرخت، هتصرخ بعديها بقد ايه؟ لو الحاجتين حصلوا ورا بعض خبط لزق يبقوا الاثنين يجوا بس سيمبل، ماضي بسيط ماضي بسيط. فتقول when she saw the fire she screamed. برضه when ينفع يجي وراها فيرب بلس اي ان جي زي وايل بالظبط. يعني ينفع اقول when visiting Alex، صح ما تقلقش. when بس ما بيجيش بعدها اسم، لكن ينفع يجي وراها حرف جر اهي. when crossing the road عادي. when in Paris عادي. واحد يقول لي كده فرق بينه وبين وايل ازاي؟ بالمعنى. اخر حاجه في الدرس ده بتعرفني ازاي اعبر عن الهابت، وده هتلاقوه يونت لوحده في المنهج ما تقلقوش، بس هنفكركم كده. لما نعبر عن عاده، لو بنعبر عن عاده في الباست في الماضي، لو بعبر عن عاده في الماضي بستخدم ايه؟ قال بنستخدم قاعده اسمها used to plus infinitive بتساوي no longer. زي ما اقول I used to play tennis. ولو عايز انفي اقول I didn't used to. ممكن كمان اعبر عن عاده في الماضي ان انا استخدم قاعده اسمها in the habit of. دي بيجي قبلها فيرب تو بي اللي هو was aware وبعدها اي ان جي، فاقول كده I was in the habit of playing tennis. طب لو بعبر عن عاده في البريزنت في المضارع، انا عايز اقول انا دلوقتي متعود العب تنس، حط اما واذا وارا وجيت used to هات اي ان جي او noun، فتقول I am used to playing او I am used to eating. في حاجه بقى اسمها used لما نعبر عن استخدام شيء، يعني انا عايز اقول ان القلم بنستخدمه في الكتابه، تبدا باسم الشيء تقول كده a pen، وبعدين تحط is او are، يعني تقول a pen is، وبعدين تكتب used to او used for. لو حطيت to تجيب infinitive، ولو حطيت for تجيب ing. يعني كده a pen is used، a pen is used to write، القلم يستخدم في الكتابة. طب لو قلت a pen is used for ما تقولش write، قول writing. اهي a pen القلم، نجيب قلم تاني. a pen ده الاسم، is used to مصدر، a pen is used for ing. بس دي مش عادة، ده اسمه للتعبير عن استخدام شيء. عندي النهارده حاجتين، عندي زمن اسمه البريزنت بيرفكت اللي هو بالعربي اسمه المضارع التام، وعندي زمن اسمه البريزنت بيرفكت كونتينيوس اللي هو بالعربي اسمه المضارع التام المستمر. عندي زمنين، عندي البريزنت بيرفكت المضارع التام، وعندي البريزنت بيرفكت كونتينيوس المضارع التام المستمر. عايز الاول اتعرف عليهم، بيتكونوا من ايه، امتى استخدمهم، ايه الكي ووردز بتاعتهم. بعدين بقى هناخد النوتس اللي عليهم اللي هي سينس اوف فور وابو ايفر ونيفر. وانا عارف ان واحده دلوقتي اول ما سمعت سينس اوف فور وقالت لك يا حلاوه يا حلاوه، ده انا احسن حاجه بحبها. اصبري تعالى معانا. نبدا الاول بالفورميشن. لو فاكرين فورميشن ده اللي هو التكوين. لو عندي جمله وعايز اخلي زمانها بريزنت بيرفكت مضارع تام، لو عندك جمله عايز تخليها بريزنت بيرفكت خليها مضارع تام. فالمضارع التام ده بيتكون من كلمه هاف او كلمه هاز زائد البي بي. قصدي اني مثلا لو عندي فيرب زي بلاي عايز اخليه بريزنت بيرفكت مضارع تام تبقى هاف بلايد. عندي فيرب زي سي عايز اخليه بريزنت بيرفكت تبقى هاف سين. يمكن انا بقول يمكن يكون في ولد او بنت قاعده بتتفرج دلوقتي ونسيت ايه الفرق بين الهاف والهاز. انا عارف انك عارفه وعارف انك عارف، بس يمكن يعني لو ناسي امتى هاف وامتى هاز. طب دي هاز دي اخيرا اس، الحاجه اللي اخيرا اس دايما بتيجي مع الهي. ايوه انا سامعك اهو. والشي ايوه
وكمان والايت لسه حاجات كمان، والاسم الجمع ولا المفرد؟ المفرد. يبقى انا اقول he has she has it has خالد has. طب والهاف بقى؟ قال لي الهاف بقى بتيجي مع الاي وبتيجي مع اليو وبتيجي مع الوي وبتيجي مع الذي، واكيد مش مع المفرد بقى، اكيد هتيجي مع الاسم الجمع. يبقى اقول we have لكن اقول he has. طب اديني اكزامبل زي ما اقول ايه؟ قال زي ما تقول كده I have watched TV. لو قلت هي بقى اقول he has watched TV. يبقى اي جمله عايز تخلي زمانها present perfect، present perfect ده اللي هو المضارع التام، تحط have او has زائد البي بي اللي هو التصريف الثالث. طب الزمن الثاني اسمه present perfect continuous يعني مضارع تام مستمر. ده بيتكون من ايه بقى؟ قال ده بقى بيتكون من have برضه او has، بس تجيب بعديهم كلمه been وبعدين الفيرب بلس ing. يعني بدل ما كنت بتقول I have watched، لا have watched دي present perfect دي مضارع تام، انا عايز اخلي present perfect continuous. قال تبقى I have been watching TV. he have been watching TV present perfect continuous. اما بننفي بنزود not. يعني الواد اللي بيقول I have ده لو عايز يقول I have هيقول I have not لو عايز ينفي. قبل ما اكمل افكرك كده الحصه اللي فاتت كنا خدنا مع الباست سيمبل مع الماضي البسيط ان في افعال ما بتجيش في الباست سيمبل اللي كان اسمها افعال ايه؟ ستيتيف. هايل. ستيتيف فيربس دي اللي هي الافعال الحواس والاحساس زي سي وزي لوف وزي هيت وزي وونت وزي نو. الافعال دي افعال ستيتيف يعني ما بتجيش كونتينيوس. نفس الكلام ده بيمشي مع البريزنت بيرفكت كونتينيوس، يعني اي فعل من الافعال الستيتيف اللي هي اسمها افعال الاحساس والحواس زي سي وزي نو زي هي، كل ده ما بيجيش. يعني انا ما ينفعش بالانجلش اقول I have been knowing، انت بتفتي. طب I have been loving، اهبط 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 اهبط. يبقى اي فيرب ستيتيف ما بيجيش في زمن البريزنت بيرفكت كونتينيوس. كده انا عندي النهارده زمانين، ما تبصش على البورد وما تبصش في الملزمه وقول لي البريزنت بيرفكت بيتكون من ايه وانا سامعك. have او has بي بي. ايوه كده have او has بي بي. طب البريزنت بيرفكت كونتينيوس بيتكون من ايه؟ يلا نقول have او has been فيرب بلس ing. هايل يا ولد. طيب احنا كمان عايزين ايه بقى؟ الليله كلها هنا، الحوار كله هنا. عايز اعرف اليوسج. يوسج ده اللي هو الاستخدام، اللي هو امتى استخدم بريزنت بيرفكت، امتى استخدم بريزنت بيرفكت كونتينيوس. ايه الحدوته؟ ايه الحوار؟ الحكايه. قال لك اول استخدام للبريزنت بيرفكت مكتوب كده عندك فعل حدث لتوه. ايه دي بقى دي؟ ويوجد دليل عليه. وايه دي كمان؟ حدث لتوه يعني لسه حاصل حالا. حدث لتوه يعني لسه حاصل حالا. يعني انا لما اجي اقول لك ايه، اكلمك على الموبايل انت فين، تقول لي ده انا لسه واصل، ما تقوليش اي ارايفد، قول اي هاف ارايفد. ده انا لسه خارج من بيتنا، ما تقولش اي ليفت، قول اي هاف ليفت. البريزنت بيرفكت من الكي ووردز، من اهم الكي ووردز بتاعته بريزنت بيرفكت جاست اللي هي حالا. يعني ايه بقى حدث لتو ويوجد دليل؟ دليل يعني حاجه تعرفني انه حدث لتو. ايه بقى كده؟ تعالوا معايا. لو جايب لي جمله، لو عندي جمله بتقول ان ذا بيبي، ركز في الجمله، بتقول ذا بيبي از كراينج. ذا بيبي از كراينج، البيبي بيعيط ليه؟ اصل هي سبيس هيز توي. عيل بيعيط، فانت بتقول لي الواد ده بيعيط ليه؟ بقول لك اصله كسر اللعبه بتاعته. طب لو انا لقيت طفل بيعيط، يبقى العيل ده كسر اللعبه بتاعته ده من 3 4 ايام ولا لسه كسرها؟ ما دام بيعيط يبقى لسه اللعبه مكسوره، يبقى نقول الواد ده بريك ولا بروك ولا هاز بروكن. فيري جود. طيب لو جاي لي في الامتحان بيقول لي can you give me some money؟ can you give me some money for my bus؟ انا عايز استلف منك فلوس اركب بس. ليه كده؟ قال له اصل انا ضيعت محفظتي. طب انا بقول لك معلش يا ابوك اديني 10 جنيه عشان انا هركب عشان ضيعت محفظتي. يبقى محفظتي ضاعت من 2 3 ولا لسه ضايعه؟ هي كده. يبقى اقول اي لوز ولا اي لوست ولا اي هاف لوست؟ هاف لوست حدث لتو. عشان كده وانت داخل من باب الشقه لما مامتك بتقول لك بليز، اكيد هي ما بتقولش بليز. لما تقول لك اقلع يا حبيبي الشوز، ده انا طالع عيني في الشقه ولسه منظفه. تقولها ازاي؟ هتقول لك كده بليز او شيل بليز تيك اوف يور شوز. تيك اوف يور شوز، اخلع شوزك. بيكوز اي سبيس ده فلات، اصل انا لسه منظفه الشقه، يبقى هي لسه منظفاها حالا. هتقول لك اي كلين والله كلين والله واز كليننج، لا هتقول لك اي هاف كلين.
اكيد مش هتقولها الصوت كده، بس هي تقول لك I have cleaned. طيب يبقى البريزنت بيرفكت المضارع التام حدث لي توه. ايه كمان؟ قال لي بيدل على الخبره. يعني ايه خبره دي؟ يعني لما يجيب لي في الجمله عدد المرات. انا اكلت 3 سندوتشات قول I have eaten. انا لعبت 3 ماتشات قول I have played. انا زرت اسكندريه 3 مرات قول I have visited. يبقى طالما قلت كام مره استخدم بريزنت بيرفكت، بس احترس من اللي انا اقوله لك ده. انا كاتب ان البريزنت بيرفكت بنستخدمه لما نعبر عن عدد المرات، رايت. يبقى انا بقول انا زرت اسكندريه 3 مرات اقول I visit ولا I visited ولا I have visited. اهو I space Alex 3 times. انا زرت اسكندريه 3 مرات. هقول I have visited. اشمعنى قلت have visited؟ انا قلت I have visited اشمعنى؟ عشان انت قلت لي انك زرتها 3 مرات، يعني اديتني عدد المرات، يبقى بريزنت بيرفكت. طب لو نفس الجمله دي بس جايه لي في الامتحان كده I space Alex، بص الجمله كويس، 3 times انا زرت اسكندريه 3 مرات last year. لا تفرق. الراجل هنا قال ان انا زرت اسكندريه 3 مرات، وهنا برضه قال 3 مرات، بس فوق ما قالش امتى، تحت قال last year. قال لك ايه؟ قال لك البريزنت بيرفكت المضارع التام بستخدمه لما نقول عدد المرات. محمد صلاح لعب 30 ماتش. محمد صلاح جاب 50 جول، بس ما يقولش امتى. احمد مراد كتب 60 قصه. ما دام قال لك العدد خد بريزنت بيرفكت، بس بشرط ما تقوليش امتى. طب لو قلت اسكندريه 3 مرات لاست يير يبقى هو كده اداني وقت. ما تقولش اي هاف فيزيتد، لا خد باست سيمبل، خد ماضي بسيط وقول اي فيزيتد بس. يبقى البريزنت بيرفكت بستخدمه لما اعبر عن عدد المرات بشرط ما تقوليش امتى. قام الراجل الله يسامحه جاب في الامتحان جمله بتقول ان ويليام شكسبير، عارفينه ده حبيبي، سبيس 37 بلايز. شكسبير كتب 37 مسرحيه. بص كده قول لي عدد المسرحيات مكتوب ولا لا؟ يا عم هو كاتب 37 مسرحيه. هل قال لك ويليام شكسبير كتبهم امتى ولا لا؟ لا يا عم ما قاليش. طب انت قلت لي لما تكتب لي عدد المرات وما تقوليش معاهم وقت. طالما ما فيش وقت بنختار مضارع تام، يبقى الجمله دي اكيد هنختار معاها مضارع تام. لا كان بودي والله، اصل الحاج ويليام شكسبير مات من 500 سنه. قال لك ايه؟ قال لك لما نذكر عدد المرات بس يكون الفاعل ده عمل الحاجه كذا مره ومش هيعملها تاني لانه مات، خد بس سيمبل. يعني هنا مش هينفع نكتب هاز ريتن، لا انا هكتب روت. طب لو كان جايب لي اسم حد عايش كنت خدت هاز ريتن. قام الفنان عادل امام بعمل 100 فيلم. قام الفنان احمد عز بعمل 100. عارف احمد عز؟ امال احمد عز عمل 100 فيلم، وفريد شوقي عمل 100 فيلم. احمد عز عايش عمل افلام وممكن يعمل تاني، تقول احمد عز هاز ميد. فريد شوقي مات الله يرحمه نقول فريد شوقي ميد بس سيمبل. يبقى لما يذكر لك عدد المرات بس ما يقولكش وقت ويكون الفاعل عايش خد مضارع تام. طب لو جاب لي وقت او جاب لي فاعل ميت خد بس سيمبل ماضي بسيط. يبقى اقول شكسبير روت. ده تاني استخدام. تالت استخدام مكتوب فعل لم يحدث من قبل، يعني حاجه عمرها ما حصلت. انا عمري في حياتي ما زرت أليكس. I have never visited Alex. انا عمري ما اكلت سمك. I haven't eaten fish. بس احترس. يقول لك البريزنت بيرفكت المضارع التام بيدل على فعل لم يحدث من قبل. انا عمري في حياتي ما شفت احمد زويل. I haven't. لا غلط. بص لي بقى، البريزنت بيرفكت المضارع التام بيدل على حاجه عمرها ما حصلت بس ممكن تحصل. فلو انا قلت لك انا عمري ما شفت عمرو دياب، بس عمرو دياب ده لسه عايش ممكن اشوفه، فاقول I haven't seen عمرو دياب. ليه؟ لان الحاجه دي ما حصلتش بس ممكن تحصل. طب انا عمري في حياتي ما قابلت دكتور احمد زويل، بس الدكتور احمد زويل مات الله يرحمه، فما تقولش I haven't seen دكتور زويل، تقول I didn't see دكتور زويل. يبقى لو الحاجه ما حصلتش وممكن تحصل قول I haven't. طب ما حصلتش ومش هتحصل قول I didn't. يبقى انت لما تقول لي انا عمري ما اكلت سمك، بس ممكن تاكل سمك في يوم من الايام تقول I haven't eaten fish yet. طب انا عايز اقول بقى انا عمري والله في حياتي ما شفت عبد الحليم ام كلثوم اي حد من اللي ماتوا، ما تقولش I haven't، تقول I didn't. طيب
جنبه بقى على طول هتلاقوا البريزنت بيرفكت كونتينيوس، المضارع التام المستمر، وده هتلاقي مكتوب جنبه انه بيدل على فعل بدا في الباست، ده بدا في الماضي ولسه شغال في البريزنت ولسه شغال في الحاضر ولسه كمان يمكن يكمل في الفيوتشر. يبقى انا لما اسال حد فيكم اقول له بتدرس انجلش من امتى، يقول لي ده انا بدرس انجلش من KG1 ولغايه دلوقتي لسه زي ما انا حمار مش فاهم حاجه. يبقى الواد ده يقول ان انا بدات ادرس ولسه بدرس ولسه هدرس. يقول I have been studying English since KG1. وانا لما اجي اقول لكم ده انا بدرس انجلش من سنه 1999 اقول I have teach I have been cheat I have taught لا 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 انت لازم تقول كده I have been teaching since 1999. بدات وشغال ولسه ان شاء الله هكمل. طيب انا بقى يهمني كمان الكي ووردز بتاعته اللي هي سينس وفور وايفر ونيفر ويت وجاست. وقعد يقول لي انت بتقولهم بسرعه كده ليه؟ عشان ده الدرس ده احنا هناخدهم دلوقتي نفصصهم. في واحده فيهم مكتوبه عندك غلط، مكتوبه فار سو، لا هي سو فار. دي اب تيل ناو، دي اب تيل ناو او تيل ناو، ودي اسمها سو فار مش فار سو. السؤال بتاعه بنبدا بهاف او هاز فاعل بي زي ما اقول له هاف يو فينيشد هاف يو ارايفد. طيب ناخد بقى اللي بعد ده اللي هو الليله كلها فيه. عندي ايه بقى؟ عندي اول حاجه قاعده اسمها قاعده سينس، وعندنا قاعده اسمها قاعده فور، وعندنا قاعده اسمها قاعده اجو، وعندنا قاعده اسمها قاعده يت، ويلا بينا ويلا يلا يلا. اول قاعده عندي اسمها قاعده سينس. سينس ليها معنيين، سينس يعني منذ، وسينس يعني لان، بتساوي بيكوز. اختارها امتى؟ قال سينس دي بيجي بعدها حاجه اسمها بوينت اوف تايم. بوينت اوف تايم يعني نقطه زمنيه. ايه النقطه دي؟ مع طول عمرنا بنقول عليها بي وراها تاريخ، انسى بقى ده. بيجي بعدها نقطه زمنيه. نقطه زمنيه يعني ايه نقطه؟ اكتب نقطه دي يعني اسم. اسم ايه بقى؟ اسم يوم من ايام الاسبوع اقول سينس فرايداي. اسم شهر من شهور السنه اقول سينس ابريل. اسم ساعة من الساعات ما تقولش سينس 3 اورز، قول سينس 3 كلوك الساعة كذا. اسم يوم او اسم شهر او اسم ساعة. اسم سنة ما تقوليش سينس 3 ييرز، قول لي سينس سنة كذا. اسم يوم او اسم شهر او اسم ساعة او اسم سنة او اسم فصل من فصول السنة. سينس سمر، سينس وينتر، سينس سبرينج، اي فصل. ايه كمان؟ اسم يوم او اسم شهر او اسم ساعة او اسم سنة او اسم فصل من فصول السنة او اسم فترة من حياتك. سينس تشايلد هود منذ الطفولة، سينس ماريج منذ الزواج، سينس ديفورس منذ الطلاق. يبقى سينس اسم يوم، اسم شهر، اسم يوم، اسم شهر، اسم ساعة، اسم سنة، اسم فصل من فصول السنة، اسم فترة من حياتنا، اسم حدث. ايه اسم حدث؟ عايز اقول منذ المباراة قول سينس ذا ماتش، منذ الحرب قول سينس ذا وور، قول منذ الرحيل سينس ديبارتشر. طيب كل ده سينس. في بقى لو جالي جملة ترانسليشن بتقول ايه؟ لم تشهد مصر حرب منذ عهد الرئيس أنور السادات. Egypt hasn't witnessed a war منذ السادات. أقول سنس السادات. قول ما تقلقش، ينفع تقول سنس واسم شخص. طيب فسنس بيجي وراها يا إما اسم يوم، يا إما اسم شهر، يا إما اسم ساعة، يا إما اسم حدث. ركز جدا بقى، في منكم ناس كتير قوي قوي بتعك الدنيا. أول ما بتلاقي سنة تقول لك إيه يا فيش، ما دام جايب لي سنه يبقى الاجابه سينس. صح، يعني اقول سينس 1995 صح، بس كمان ينفع تقول ان. لا ده انت ينفع كمان تقول باي. الله ده انت كمان ينفع تقول انتل. لا استنى ده ينفع كمان تقول فروم. نهار اسود، يعني انا استخدم ايه؟ يعني انا لما يجيب لي سنه استخدم ان ولا انتل ولا باي ولا فروم ولا ايه الحكايه؟ قال لك السنه تختار معاها ان وسينس وباي وانتل وفروم. سينس اختار سينس مع السنه لما يكون زمن الجمله present perfect مضارع تام او present perfect continuous. زي الجمله دي كده I have been teaching since 1999. قال لك اهو since اختارها مع السنه لما يكون زمن الجمله present perfect مضارع تام. وانا كاتب هنا اهو ايه، اسمع كده كاتبين ايه؟ كاتبين ان since بتيجي مع السنه او اليوم او الشهر لما يكون زمن الجمله مضارع تام او مضارع تام مستمر.
امال امتى السنه اخد معاها باست سيمبل ماضي بسيط؟ قال خد مع السنه ماضي بسيط لما السنه او الشهر لما يكون زمن الجمله باست سيمبل خد ان. يعني انا لو قلت لك I haven't seen علي تبقى since. طب لو قلت لك I saw علي ما تقولش I saw علي since، هتقول I saw علي in 1995. السنة كمان ينفع تاخد معاها باي لو كان زمن الجملة ماضي بسيط بس منفي، يعني didn't. يعني الجملة دي بدل ما تقول I saw علي قلت I didn't see علي، ساعتها نختار until. أنا آسف أنا كتبت غلط، هي دي المفروض تبقى until. امتى اختار until؟ قال لو زمن الجملة past simple ماضي بسيط منفي، فتقول I didn't see علي by كذا. طب امتى السنة اختار معاها by؟ قال تختار مع السنة كلمة باي لما يكون في هاد زائد البي بي. طيب تعالوا كده نشوف الكلام ده. مكتوب ايه هنا؟ ركز في الكلام. مكتوب I saw here. هي saw دي زمانها بس سيمبل ماضي بسيط مثبت، يبقى الإجابة in 1999. نفس الجملة بس بدل ما I saw قال I haven't seen. لا ده مش ماضي بسيط، ده present perfect، ده مضارع تام. يبقى ما تقولش in، تقولها since. دي سنة ودي نفس السنة، بس هنا خدنا in عشان ده ماضي بسيط وهنا خدنا since عشان دي مضارع تام. طب كمل معانا كده. الجملة بعدها بتقول we met on Monday. الله ده احنا خدنا on ليه؟ عشان ده يوم. افكرك كده، زمن الباست سيمبل الماضي البسيط بنختار مع in او on او at. in on at شهور ايام ساعات، in مع الشهور والسنين، on مع الايام وات مع الساعات، كل ده بس سيمبل. طب هنا مكتوب برضو we haven't met since Monday، نفس اليوم اهو بس زمن الجمله haven't met. طب ده بتقول they arrived، قول لي arrived دي زمانها ايه؟ ماضي بسيط. ما دام ماضي بسيط يبقى نختار يا in يا on يا at. 5 o'clock دي ساعه، انا قلت in شهور وسنين، on ايام، at ساعات، فكتبت هنا they haven't met at او they arrived at 5 o'clock. هنا مكتوب they haven't met مضارع تام خدنا since. طب دي بقى بتقول they didn't meet، لا didn't دي يبقى ناخدها until 2000. يبقى نفكر كده ونقول لما يجي لي سنه لو مضارع تام او مضارع تام مستمر since، لو ماضي بسيط مثبت in، لو ماضي بسيط منفي اللي هو didn't او wasn't او weren't تبقى until، لو had زائد البي بي اللي هو ماضي تام تبقى by. يعني قال لك كده they had arrived 2000 تقول له by 2000. طيب قاعده سنس ايه بقى؟ يعني ايه القاعده بتاعت سنس دي؟ قال لو عندك جمله وعايز تستخدم فيها سنس تربط بين جملتين، لو بدأنا الجمله بسنس، لو الجمله بدأت بسنس بتجيب الفيرب الاول باست سيمبل ماضي بسيط اللي هو التصريف الثاني، وتجيب الفيرب الثاني بريزنت بيرفكت اللي هو مضارع تام او مضارع تام مستمر، ده او ده. لسه قايلين المضارع التام ده اللي هو هاف او هاز زائد البي بي، والمضارع التام المستمر هاف او هاز بين فيرب بلس اي ان جي، ده او ده. واقعد اقول افرق ازاي؟ ما احنا قلنا بقى الفرق بينهم من شويه في الاستخدامات. طيب جمله بتقول ايه؟ سينس، يبقى الراجل بادئ بسينس اهو. اول فيرب وي وير دي الماضي من ام وايز وار، يبقى ده ماضي بسيط. since we were in Paris we haven't met ده مضارع تام، يبقى بدأ بسنس الفيرب الاول بس سيمبل والثاني بريزنت بيرفكت. واحده كمان since he left ماضي بسيط. I haven't seen him مضارع تام. since I graduated ماضي بسيط present perfect. الناحية التانية I have been working present perfect continuous. في ناس بقى بتحب تقول لك ايه؟ طب لو جت في النص بلاش بقى كده. انا قلت لك قبل كده اي قاعدة في الانجليش لما بتيجي في الاول او في النص اللي بعدها ثابت. يعني since لما جت في اول الجملة جه وراها بس سيمبل، طب هي جت في النص هنا يبقى برضه تجيب وراها ماضي بسيط برضه بس سيمبل، وقبلها تجيب بريزنت بيرفكت مضارع تام اللي هو هاف او هاز بي بي. طب هنا مكتوب وي هافنت ميت اهو مضارع تام اهو since، يبقى اكيد اللي جاي ده ماضي بسيط اللي هي كلمه ها وير. طب هنا مكتوب وي هاف بين وركينج ده بريزنت بيرفكت كونتينوس مضارع تام مستمر. since اهي اكيد اللي جاي بس سيمبل ماضي بسيط اللي هي كلمه ها ليفت.
طب انا بقى عايز اخد قاعده سنس ذات. انت فاكر من الحصه اللي فاتت قايل لك لما نكتب ذات مع اي قاعده بتقلبها، يعني افتر عكسها افتر ذات، بيفور عكسها بيفور ذات، يبقى سنس عكسها سنس ذات، وتنفع تبقى سنس ذن. طيب قاعدتها ايه؟ شقلب على طول. يعني سنس العاديه بيجي بعدها ماست سيمبل ماضي بسيط بس سيمبل وقبلها بريزنت بيرفكت، يبقى سنس ذات العكس، قبلها بس سيمبل قبلها ماضي بسيط اهو، قبلها بس سيمبل ماضي بسيط وبعدها بريزنت بيرفكت اهو، قبل سنس ذات ماضي بسيط بعدها بريزنت بيرفكت او بريزنت بيرفكت كونتينيوس. يعني الجمله بقت وي وير ان باريس، احنا كنا في باريس، since that ومنذ ذلك الحين we haven't met. طب دي since. for بقى بالعربي كلمة for يعني لمدة يومين، لمدة شهرين، لمدة ساعتين. يقول لي for دي بيجي بعدها period of time يعني فترة زمنية، يعني شوية وقت. اقول لك ما قابلتوش من سنتين بس ما قلتش سنة كام، لأن لو قلت سنة كذا هتبقى since. انا ما قابلتوش من 3 ايام بس ما اقولش يوم ايه، لان لو قلت يوم كذا هتبقى سينس. فبيريود اوف تايم فتره زمنيه يعني شويه وقت، فنقول we have been teaching not 20 years. قول لي بقى 20 years يعني سنه كام؟ ما قالش اسم السنه، لو كان قال سنه كذا كنا خدنا سينس، لكن هنا ناخدها فور. they haven't met for a long time من فتره طويله. ايوه يعني سنه كام يا عم؟ لا والله ما يبقى الاجابه فور. We have been teaching space. قال لك ايه؟ قال لك هنا مكتوب 20 years وهنا مكتوب 20 years، بس هنا واخد فور وهنا واخد since. اشمعنى؟ لأن الجملة دي الثانية دي آخرها كلمة ago. ملحوظة هنا مكتوبة إن أي جملة آخرها ago إجابتك since. يعني قال لك أهو لو انتهت الجملة بكلمة ago يبقى أنا لازم أستخدم كلمة since. من أهم الحاجات اللي في قاعدة since وفور كلمة last وكلمة the last. إيه حكايتك؟ قال لك إيه؟ أنا رحت أمتحن لقيت مكتوب last year، last week، last Friday، last month، أي لاستاية، أو بدل last كاتب لي the last. إيه الفرق؟ قال لك الفرق إن last خد معاه since، أقول since last year، since last week، since last Friday، for the last time. ليه بقى؟ تعالى معايا. قال لك ايه؟ قال لك last خد since، the last تاخد الاثنين for و since. ايه ده بقى؟ وانا بمتحن لو لقيت كلمة last هختار معاها since، خلاص ماشي دي تمام. لو لقيت the last يبقى for و since صح. افرق بينهم ازاي؟ قال لك لو لقيت كلمة the last وبعدها وقت، يعني قال لك ايه؟ the last Friday، the last week، the last month. المهم ان هو جايب تايم يعني وقت، خد فور. اما لو جبت لك كلمه the last وبعدها حدث او مناسبه، يعني ايه حدث او مناسبه؟ يعني قلت لك مثلا the last match. ايوه ماتش دي مش وقت، ده حدث، قول since the last match. the last Olympic Games، قول since the last Olympic Games. the last مثلا World Cup، قول since the last World Cup. يبقى تاني لو جاب لي last هاخد since، لو جاب لي the last يبقوا الاثنين صح. لو the last جه وراها وقت Friday، اي قال لك day، قال لك week، قال لك month، خد فور. اما لو the last جه وراها اسم حدث حصل، يعني فيلم مثلا، خد since. الكلام ده موجود قدامك اهو، مكتوب very important notes ومكتوب اهو since last year، لكن for the last year وان for the last بتاخد وقت. since the last World Cup لان since the last بيجي وراها مناسبه او حدث. في اكسبريشنز كمان ثابته كده مع since وfor، زي كلمه since when ما تقولش for when، ever since ما تقولش ever for، how long ago كل ده معناه منذ متى، لكن تقول for how long. طيب ده الفرق بين since وfor. نروح لاجو بقى. اجو
اول حاجه اعرفها عنها ان اجو بتيجي مع زمن الباست سيمبل، يبقى لازم استخدم معاها ماضي بسيط. تاني حاجه اعرفها عنها ان بيجي قبلها مش بعدها فتره زمنيه. يعني انا كنت بقول for 3 weeks، لا انت هتقول 3 weeks اجو كمان لازم الزمن يكون بس سيمبل. تعالوا معانا كده على البورد، مكتوب وي سو هيم ماضي بسيط، 2 weeks فتره زمنيه يبقى اجو. في واحد قال لي هي لازم تيجي بقى في الاخر كده، لا انت ممكن تقول كده بالانجلش 2 weeks ago we saw him، صح. how long قلنا اسمها how long ago. we arrived a short time ago. اولا arrived زمانها بس سيمبل ماضي بسيط. ثانيا a short time دي فتره، والاجو جايه بعد الفتره. طيب عايز حد شاطر كده يقول لي لو جالي جمله بتقول كده we arrived، خلصت. عارف لو كان كاتب we arrived 3 weeks كنت قلت ago، we arrived a long time كنت قلت ago. طب هو كاتب arrived وسكت. عايز كلمه يكون بيجي معاها بس سيمبل ماضي بسيط وتكون بتيجي من غير فتره. ago لازم فتره. اكتب ايه يا عم؟ اكتب yesterday، اكتب last week، اكتب just now. ما هي just now دي بتيجي مع الباست سيمبل اللي هو الماضي البسيط من غير فتره. طيب ده الفرق بين كلمه سنس وكلمه فور وكلمه اجو. نروح ليت. يلا يا يت يلا خربت الدنيا يا يت. عنده مشاكل في يت دي. كل ما اسال طالب اقول له يت بتيجي في ايه؟ يقول لي يت دي حبيبتي، يت بتيجي في اخر الجمله، ماشي، وتكون جمله نيجاتيف منفيه، ماشي، او سؤال، اوكي، وبتيجي في زمن البريزنت بيرفكت. كل الطلبه تقول لي كده، تقول لي يت بتيجي في المضارع التام منفي، جمله بتكون سؤال او نفي، وان هي بتيجي في اخر الجمله. كل ده صح ولا غلط؟ تعال انا اقول لك. انا همشي على كلامك ان يت بتيجي في اخر الايه؟ الجمله، والجمله تبقى منفيه او سؤال ومضارع تام. ده اللي انت عارفه. تعال بقى سوا. اول جمله بتقول we haven't finished نقط. haven't finished دي فيها كل الشروط. مضارع تام بريزنت بيرفكت منفيه والنقط جايه في الاخر، يبقى الاجابه كلمه يت، صح. هنا haven't you finished مضارع تام والجمله منفيه والنقط في الاخر، يبقى الاجابه بس الجمله على شكل سؤال، يبقى الاجابه كلمه يت، صح. هو انا ما ينفعش اقول لصاحبي I haven't arrived yet، انا لسه ما وصلتش. I haven't arrived yet، انت جبت يت فين كده في الاخر، صح. طب انا ما ينفعش اقول لحد كده I haven't arrived، النقط فين؟ في الاول. لا لا يا برنس، انا عارف ان يت بتيجي في الاخر، يبقى يت ما تنفعش. هو انا ما ينفعش اقول لك انا لسه ما خلصتش حتى الان I haven't finished yet، ينفع. طب ما ينفعش اقول لك حتى الان انا لسه ما خلصتش yet I haven't finished، ينفع. يبقى يت ينفع تيجي فين في اخر الجمله، او تيجي فين كمان في اول الجمله. يعني انت ممكن تكتب كده يت كوما I haven't arrived، صح. كمان لو عندي جمله بتقول he played well space he lost، هو لعب كويس هو خسر. المفروض بالعربي اقول ايه؟ اقول he played well، هو لعب كويس ولكن خسر، ولكن ليها بط. اول حاجه هتجيلكم في الامتحان وتشوفوها هتستبعدوها هنا يت. ليه؟ عشان انت حافظ ان يت لازم تيجي في الاخر، وماشي. وخالد النهارده قال لي كمان انها ممكن تيجي فين في الاول، لكن في النص لا 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 ما تجيش. الجمله بتقول هو لعب كويس هو خسر، عايز اقول ولكن يعني بط او يت. ما يت معناها ومع ذلك. يعني انا ممكن اقول هي بلايد ويل يت ومع ذلك هي لوست. بتيجي في اخر الجمله وبتيجي في اول الجمله وبتيجي في النص لما يكون معناها ومع ذلك. يت كمان مش لازم تيجي مع المضارع التام، ممكن تيجي مع الباست بيرفكت، مع الماضي التام. زي كده بيقول لي ايه؟
when we arrived احنا لما وصلنا we hadn't finished ماضي تام اهو وخدت هيت عادي. حاجه كمان، انا لو عايز اكلم واحد اقول له ايه؟ have you ever visited Alex؟ have you visited Alex؟ والراجل ده عايز يقول لي لا لسه بعمري ما زرت أليكس. يقول لي not yet، يقول لي not yet، او يقول لي no never. يبقى انا بقول لك ايه؟ have you seen a lion؟ تقول لي لا والله not yet، او تقول لي no never. حاجه كمان، لو عندي جمله بتقول I have، بصوا بقى علينا كويس كده، I have never seen him نقط. I have never seen him، النقط جايه في الاخر. have seen مضارع تام، never بتنفي الجمله. هل انا عشان الجمله منفيه ومضارع تام والنقط في الاخر لازم يت؟ مين قال كده؟ I have never seen him، never ما تجيش مع يت، تقول I have never seen him بس ما تقولش يت، تقول before. I have never seen him before يعني عمري ما قابلته قبل كده. يبقى يت دي انت كنت فاهمها غلط، انت كنت فاكر ان هي لازم تيجي فين؟ في اخر الجمله. لا يا حاج، تيجي في اخر الجمله وفي اول الجمله عادي، وتيجي في نص الجمله لما يكون معناها لكن. انت كنت بتقول ان الجمله لازم تكون منفيه او سؤال. طب تعالى اقول لك حاجه، لو انا بسال واحد بقول له ايه؟ have you finished؟ خلصت كده، انا بساله. ما دام بتسال قول يت. طب لو قال لي في الامتحان كده have you finished، وراح حاطط لي نقط وكويستشن مارك، اروح انا اقول ايه؟ have finished مضارع تام، الجمله على شكل سؤال والنقط في الاخر يبقى يت. راح كاتب لي في الاخر you are so clever، ده انت شاطر قوي. you are so clever، ده انت شاطر قوي. يبقى الراجل ده كده بيسالني ولا بيتعجب ان انا خلصت؟ هو بيقول لي انت خلصت، ده انت شاطر قوي، يبقى ما بيسالنيش، ده مستغرب. قال لك ما دام بنتعجب ما تاخدش يت، خد اوريدي. ما دام بنتعجب يبقى ما ناخدش يت، ناخد اوريدي. التعجب بناخد له اوريدي، ما بناخدلوش يت. يبقى انت فاهم يت دي 100% غلط. هتبين لي اكتر يت دي حاجه كده، لو بصيت معانا هوريك حاجه اسمها ريسنتلي وليتلي. بصوا معايا كده ثواني هتفهموا حاجه حلوه. ريسنتلي دي معناها حديثا او مؤخرا، بتدل على البريزنت بيرفكت، على المضارع التام. ليتلي دي معناها حديثا او مؤخرا، بتدل على البريزنت بيرفكت، المضارع التام. فانا لما اجي اقول لك ايه؟ I haven't seen علي lately، يعني انا ما شفتش علي مؤخرا. اسال سؤال بقى، لو جالك في الامتحان قال لك كده I haven't seen my wife، وانت بتحل بالطريقه يعني اللي هي القديمه بتاعت ايه؟ ولا اي نقط تيجي لك في الاخر مضارع تام اختار معاها يت ما دام منفيه. برافو عليك، تعالى معايا يا برنس. الجمله دي بتقول I haven't seen مضارع تام اهو ومنفي اهو، والنقط في الاخر اهي، مضارع تام ومنفي والنقط في الاخر. وانا بتقول I haven't seen my wife، انا ما قابلتش مراتي. لو قلت يت يعني انا ما قابلتش مراتي حتى الان. امال مراتك منين؟ وانا المفروض انا اقول ما قابلتش مراتي حتى الان ولا مؤخرا، حديثا، قريبا؟ يبقى هنا يت ما تنفعش، لازم اقول I haven't seen my wife lately. يبقى ايه الفرق ما بين انك تقول لصاحبك I haven't visited Alex yet، يعني انا لغايه دلوقتي ما زرتش أليكس، و I haven't visited Alex lately يعني انا ما زرتش أليكس حديثا مؤخرا من كام يوم كده ما زرتهاش. يبقى بلاش حكايه يا ابني لما تشوف كذا اختار كذا، لان ده غلط. مفيش حاجه اسمها لما تشوف النقط في الاخر مضارع تام خد يت، اهي النقط في الاخر ومضارع تام ومنفي ويت غلط، لازم ليتلي. عندي كمان just already، دول بيدل على البريزنت بيرفكت، بيدل على حدوث الفعل حالا. فانا بقول احنا لسه واصلين له we have just arrived، we have just seen علي. already دي قلت لك بتيجي للتعجب، زي ما بقول له كده have you posted the letter already، you are so clever، كده انا متعجب ان هو خلص الشيء.
جاست وجاست ناو لسه قايلين جاست ناو دي بتيجي مع البس سيمبل. عايز بقى افكرك بحاجه مهمه جدا اللي هي قاعده ايفر وقاعده نيفر. كده احنا خدنا ايه عشان ما توهش مني؟ كده احنا خدنا الاول الفرق بين البريزنت بيرفكت المضارع التام والمضارع التام المستمر، ماشي. وبعدين خدنا الفرق بين كلمه سينس وكلمه فور وكلمه اجو. سينس بيجي وراها اسم يوم او اسم شهر او اسم ساعه او اسم سنه او اسم فصل من فصول السنه او اسم فتره من حياتنا او اسم حدث. وقاعده سينس كان بيجي وراها الفيرب الاولاني لما بتيجي في الاول بيجي وراها باست سيمبل ماضي بسيط وبعدين مضارع تاني. فور بقى بيجي وراها فتره من يعني فتره مش محدده، يقول لك 3 years 5 years فتره زمنيه بس ما بيقولش سنه كام، لان لو قال سنه كذا تبقى سينس. اجو بيجي قبلها فتره بس بتيجي مع الباست سيمبل. عندي كمان بعد كده خدنا قاعده يت، بس فهمنا يت الحقيقيه، ما بقتش يت اللي احنا بنقول اما تيجي في اخر الجمله المنفيه والسؤال خد يت. غلط 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 غلط، احنا فهمنا الصح. خدنا الفرق بين ريسنتلي وليتلي. هناخد بقى الفرق ما بين ايفر ونيفر. ايفر دي يعني من قبل، يت يعني حتى الان، اما ايفر دي معناها من قبل، نيفر معناها ابدا. ايفر من قبل ونيفر ابدا. ايفر بستخدمها في السؤال بس مش في الاخر. فلما اقول لك عمرك في حياتك شفت كذا اقول لك هاف يو ايفر سين، يبقى انا بسالك. والخبره ايه بقى خبره دي؟ ايه خبره دي؟ لما اجي اقول دي اجمل واحده شفتها في حياتي، اقول شي از ذا موست بيوتيفول جيرل اي هاف ايفر سين. ده اطول فيلم شفته في حياتي، it is the longest film I have ever watched. خبره بقول ايه؟ ده اطول واحده، ده اجمل واحده، ده اشطر عيل، ده اغبى واحده، وهكذا. فاقول it's the best film I have ever watched. او اعمل سؤال اقول له have you ever been to Cairo؟ نيفر بستخدمها لما اعمل نيجيشن نفي، على ما تقول انا عمري في حياتي ما عملت كذا. ما تقولش I have ever بقى تقول I have never. فلما نقول we have never seen a lion دي معناها ان we haven't seen a lion yet. he has never spoken English دي معناها انه عمره في حياته ما اتكلم انجلش. never دي ينفع تيجي في اول الجمله، يعني انا هنا كاتب we have never seen، لا انا ممكن ابدا بنيفر، يعني انا ممكن اكتب كده never بس احترس. لو انا بدات بنيفر دي لازم اعمل الجمله على شكل كويستشن. يعني ايه ده؟ كاتب لك ملحوظه حلوه قوي 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 اهي، بتقول ان لو كلمه نيفر دي جت في اول الجمله لازم يجي بعدها الجمله على شكل سؤال. يعني انا هنا بدات بنيفر اهو، بس بدل ما اكتب وي هاف لا خليتها هاف وي. هنا بدات بنيفر اهو، بس بدل ما اكتب علي هاز خليتها هاز علي. بس خد بالك في الاخر بنحط فول ستوب عادي عشان ما تجيلكش بانكتويشن. يبقى اي جمله تبدا بنيفر، بس بدل ما تقول نيفر اي هاف قول هاف اي، بدل ما تقول نيفر وي هاف قول هاف وي. يعني اعمل الجمله هاف الاول وبعدين الفاعل. عندي كمان الفرق بين كلمه have been to وهاف gone to. have been to يعني ذهب وعاد، راح ورجع. قابلتك في الشارع بقول لك يا حاج انت كنت فين بقى؟ قالك كام يوم مختفي؟ قلت لي لا والله ده انا كنت مسافر اليكس كام يوم. يبقى معناها ان انت كنت في اليكس وجيت، بدل انت بتكلمني. يبقى تقول لي I have been to Alex. have been to يعني ذهب وعاد. طب انا بكلمك على الموبايل بقول لك يا اديني ابوك اقول له حاجه، قلت لي لا والله ابويا مش هنا، ده ابويا في الشغل. ده معناه ان ابوك راح الشغل وما رجعش. ذهب وعاد have been to. طب راح ما رجعش have gone to، يلا في داهيه. او have been in برضه ذهب ولم يعد. فلما يقول لي مثلا جمله بتقول ايه؟ I spaced to Alex 3 times. I spaced to Alex 3 times. بقول لك رحت اسكندريه 3 مرات، بعقلك 3 مرات يبقى راح ورجع ولا ما رجعش؟ اكيد رجع، يعني هروح وما رجعش وبعدين رحت، ما اكيد رايح جاي. يبقى have been to. I have been to Alex يعني رحت اسكندريه ورجعت. طب هنا بيقول لي you can't meet him، معلش انا اسف مش هتقدر تقابله اصله راح اليكس. طالما مش هقدر اقابله يبقى راح اليكس ولسه ما رجعش، يبقى he has gone to Alex. لو انا قلت I have been to Alex يبقى انا رحت اسكندريه ورجعت، ده معناه ان انا no longer there، يعني ما بقتش هناك. عشان لما يجي لك اخر السنه يقول لك ايه؟ I have been to Alex. I have been to Alex. This means هذا يعني ان he is still in Alex، ما زال في Alex، ولا no longer؟ لا تبقى no longer يعني خلاص ما بقاش هناك.
طب لو قلنا he has gone to Alex ده معناه ان he is still there، يعني ما زال في أليكس. قال لي كمان خدنا الفرق بين recently و lately خلاص، وخدنا الفرق بين have been to have gone to just و just now. وافكرك حاجه كنت قلتها في الاول خالص، ان الستيت اوف فيربس، فكرني على الستيت اوف فيربس، ايوه، ان افعال الاحساس والحواس ما بتجيش مع زمن البريزنت بيرفكت الكونتينيوس، بتيجي بس مع زمن البريزنت بيرفكت. زي كلمه مثلا know، ما ينفعش اقول has been knowing، لا اقول has known. وانا قاعد بذاكر في بيتنا الدرس ده اقول لنفسي كده، واحد، انا خدت زمنين البريزنت بيرفكت المضارع التام والبريزنت بيرفكت كونتينيوس المضارع التام المستمر. المضارع التام بيتكون من هاف او هاز بي بي، المضارع التام المستمر بيتكون من هاف او هاز بين فيرب بلس اي ان جي. وبعدين اعرف كل واحد بنستخدمه امتى. المضارع التام فعل لسه حاصل حالا وعندي دليل. الخبره خبره دي يعني يقول لي عدد المرات، بس بشرط ما يقوليش امتى، لان لو قال لي امتى هيبقى ماضي بسيط، وبشرط يكون الفعل لسه عايش. 3 المضارع التام مع فعل عمره ما حصل بس ممكن يحصل. اما البريزنت بيرفكت كونتينيوس فعل بدأ في الماضي شغال في الحاضر لسه هيكمل في الفيوتشر. خلصت، ابدا امسك واحده واحده، اذاكر سينس واذاكر فور واذاكر اجو وافرق بينهم. اذاكر يت الحقيقيه، ما اقعدش زي الهبل اقول بتيجي في اخر الجمله المضارع التام المنفي، لا ده خالد جابها في النص وجابها في الاول وجابها في الاخر، وجابها مره مضارع تام ومره ماضي تام بريزنت بيرفكت وباست بيرفكت، ومره جابها بس سيمبل اصلا. وافرق بينها وبين ليتلي وريسنتلي، لان لما اقول I haven't seen علي yet يعني ما شفتش علي قبل كده. I haven't seen علي lately يعني ما قابلتوش منذ قليل. بعد كده اخد recently وليتلي يبقى since for ago، بعدين recently وليتلي ويت. بعدين خدنا الفرق بين ever ونيفر وعرفت الفرق بينهم. بعدين خدت الفرق ما بين كلمه have been to ذهب وعاد، have gone to ذهب ولم يعود. خدت just already، just حالا توا already بالفعل بستخدمها لما اكون بتعجب او الحاجه ضمن اتعملت. نبدا بقى احنا بالجرامر بتاع النهارده دوت. يلا بقى كده سمي الله وخليك معانا. عندي ايه؟ عندي حاجه اسمها الباست تنسز. ايه دي؟ الباست تنسز دي اللي هي بالعربي يقول لك عليها اسمها ازمنه الماضي. ايه ازمنه الماضي دي؟ اي زمن سواء بريزنت او باست او فيوتشر بيبقى ليه 4 اشكال. شكل اسمه سيمبل يعني باست سيمبل، وشكل اسمه كونتينيوس يعني باست كونتينيوس، وشكل اسمه بيرفكت يعني باست بيرفكت، وشكل اسمه بيرفكت كونتينيوس. يبقى انا عندي 4 اشكال للماضي. باست سيمبل بالعربي كده يعني الماضي البسيط، وباست كونتينيوس بالعربي يعني الماضي المستمر، وباست بيرفكت بالعربي يعني الماضي التام، وباست بيرفكت كونتينيوس بالعربي اللي هو اسمه الماضي التام المستمر. ايه الحكايه؟ احنا في يونت 1 خدنا 2 منهم لو فاكرين كده. خدنا الباست سيمبل اللي هو بالعربي اسمه الماضي الايه؟ البسيط، وخدنا الباست كونتينيوس اللي هو بالعربي اسمه الماضي المستمر. نفكرك كده بسرعه، بس ده مش بس النهارده، ده المره اللي فاتت يونت 1 كنا قايلين الباست سيمبل الماضي البسيط ده. حد يفكرني كده بيتكون من ايه؟ هايل عليكي، بيتكون من التصريف الثاني للفعل، زي بلاي تبقى بلايد وفيزت تبقى فيزتد وهكذا. طب الباست كونتينيوس بقى عايز ولد بقى اللي يتكلم. ووز او وير فيرب بلس اي ان جي. احنا خدنا الزمانين دول في يونت 1 لو فاكرين كده. كنا خدنا قاعده وايل لما كنت بقول مثلا وانا قاعد بذاكر ابويا جه، وانا قاعد بتفرج على التلفزيون النور قطع، فكان الحاجه المستمره بتبقى ووز او وير فيرب بلس ان جي، والحاجه اللي بتقطعها بتبقى بس سيمبل يعني ماضي بسيط. هو بقى مديني النهارده 2 زمانين كمان. في الملزمه اللي معاك كده في بيج 1 في اول صفحه مديني الباست بيرفكت الماضي التام، والباست بيرفكت كونتينيوس اللي هو الماضي التام المستمر. نبدا بالباست بيرفكت ده. قال الباست بيرفكت ده لو عندك فيرب وعايز تخليه ماضي تام يبقى تكتب كلمه هاد وتجيب الفيرب في البي بي. ايه البي بي ده؟ الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث. يعني مثلا كلمه بلاي عايز اخليها ماضي تام تكتب هاد بلايد. كلمه سي عايز اخليها ماضي تام تبقى هاد سين. كلمه فيزيت عايز اخليها باست بيرفكت تبقى هاد فيزيتد.
طيب لو كلمه هاف عايز زي باست بيرفكت يبقى نكتب هاد ونجيب التصريف الثالث من هاف اللي هي هاد برضه فتبقى هاد. طب اديني اكزامبلز كده عشان افهم. زي ما اقول ايه مثلا، زي ما تقول كده I had watched TV. بص لها كده كويس، الراجل كاتب I had watched، اهو ده ماضي تام، اهو ده باست بيرفكت. طب لو انا الجمله دي اللي هي الباست بيرفكت دي عايز اعملها باسيف، يعني واحد بيقول لي I had watched TV، انا شاهدت التلفزيون، عايز اقول ان التلفزيون شوهد، باسيف. اعمل ايه؟ قال لو عايز تعمل الباست بيرفكت ده باسيف، لو عايز تخلي الجمله دي باسيف تمشي كده. اول حاجه ابدا بالاوبجكت، لو هنا كلمه تي في، وبعدين اكتب هاد بين، بعدين نحط الفيرب في البي بي اللي هو التصريف الثالث. يعني الجمله دي اي هاد واتش تي في دي لو عايز اخليها باسيف تبقى كده تي في هاد بين واتشد، ده كده باسيف، ده كده باسيف. بدانا بتي في ده الاوبجكت ده المفعول، هاد بين ده فيرب تو بي، واتش ده الباست بارتيسيبل، ده الماضي التام. يبقى انا عندي زمن اسمه الباست بيرفكت الماضي التام، وان الماضي التام ده بيتكون من هاد زائد البي بي. طيب ندخل على الباست بيرفكت كونتينيوس، الماضي التام مستمر. قال الباست بيرفكت كونتينيوس ده بقى بيتكون من كلمه هاد، يلا معانا، زائد بين بلس فيرب بلس اي ان جي. هاد بين فيرب بلس اي ان جي. يعني الواد اللي كان بيقول اي هاد واتش التي في ده دي باست بيرفكت، دي عايز اخليها ماضي تام بقى، عايز اخليها ماضي تام مستمر، تبقى اي had been، ما اكتبش واتش، اكتب watching TV اهي، ادي I had وبعدين been وخدت الفيرب واتش حط له ان جي بقت اسمها watching TV. ده اسمه باست بيرفكت كونتينيوس ماضي تام مستمر. حكايتهم بقى دول، يعني ايه الفرق ما بين الواد اللي صاحبي اللي بيقول لي I had watched، وصاحبي او صاحبتي اللي بتقول لي، صاحبتك يعني، اللي بتقول I have been watching دي؟ انتوا بتشقطوا لنا الكلام انا عارف. طيب اعمل ايه؟ قال لي الفرق بينهم ان الباست بيرفكت ده الماضي التام ده بستخدمه لما بعبر عن حاجه اسمها فيرست اكشن. يعني ايه فيرست اكشن دي؟ اسمع كده، انت عايز تقول لصاحبك ايه؟ انا بعد ما ذاكرت نمت، انا بعد ما اكلت خرجت، انا بعد ما اتخرجت من الجامعه سافرت. المهم ان انا عملت كام حاجه؟ حاجتين. قال اي حد فينا يعمل حاجتين، فيرست اكشن وسكند اكشن، يعني كلت ونمت ذاكرت وخرجت، المهم ان انا عملت حاجتين، لازم الاولى منهم اللي بتحصل الاول تبقى باست بيرفكت. عشان كده ممكن يجي في اخر السنه يقول لك ايه، اسمع معانا كده، ممكن تيجي اخر السنه جايب لك كده، تعالى يقول لي ايه؟ I found the book، انا لقيت الكتاب، which I space، ويسيبك. واحد بيقول لك I found the book، انا لقيت الكتاب اللي ضاع مني، يبقى الاول الكتاب ضاع وبعدين انا ايه؟ لقيته. يبقى الكتاب ضاع دي ماضي تام باست بيرفكت. يبقى انا المفروض اقول I found the book which I lose ولا lost ولا had lost؟ لازم had lost، لان الحاجه الاول حصلت ان الكتاب ضاع. كان جاب جمله قبل كده بتقول ايه؟ بتقول I ate the cake، بص الجمله I ate the cake، انا اكلت الكيك اللي امي عملتها. طب انا اكلت الكيك اللي امي عملتها، الاول انا اكلت الكيك ولا الاول امي عملت الكيك؟ الاول امي عملت الكيك، يبقى انا لازم اقول كده I ate، بص علينا، I ate the cake which my mother، اكتب بقى my mother make ولا made ولا had made؟ ايوه لازم تبقى had made. ليه had made؟ لاني انا الاول، هي الاول عملت الكيك وبعد كده انا اكلتها. يبقى الباست بيرفكت الماضي التام ده بيدل ان في حاجتين حصل ورا بعض، هو دايما بيبقى الحاجه الفيرست، يعني الفيرست اكشن، يعني الحدث الاول. طيب امال ايه بقى الباست بيرفكت كونتينيوس ده اللي هو اسمه ماضي تام مستمر ده؟ برضه انت بتقول لصاحبك انا بعد ما ذاكرت نمت، انا بعد ما ذاكرت نمت، يبقى انت الاول ذاكرت وبعد كده نمت. بس انت بقى بتقول له ايه؟ تقول له انا بعد ما ذاكرت 3 ساعات نمت. لا انا ما قلتلوش ذاكرت، قلت له ذاكرت لمده 3 ساعات. ده معناه ان انا الفيرست اكشن، يعني الحدث الاولاني اللي هو المذاكره، استمر لمده 3 ساعات. قال لما تيجي تقول ان انت عملت حاجتين، الحاجه الاولى بتبقى باست بيرفكت ماضي تام هادو البي بي. بس لو الحاجه دي قعدت شويه، يعني قلت لي ايه؟ انا ذاكرت 3 ساعات وبعد كده نمت، احنا قعدنا 3 سنين وبعد كده رجعنا، المهم ان الحدث الاولاني الفيرست اكشن قعد شويه، يبقى لازم نستخدم هاد بين فيرب بلس اي ان جي.
عشان كده اقول لك الباست بيرفكت كونتينيوس ده برضه بيعبر عن الفيرست اكشن اللي هو الحدث الاول بس يكون استمر لفتره. جاب جمله بتقول لي ايه؟ بصوا علينا كويس. بتقول I arrived home all wet. I arrived home وصلت البيت all wet. wet كل جسمي غرقان ميه. انا وصلت البيت كل جسمي غرقان ميه because all the way طول الطريق السما مطرت. يبقى انا الاول وصلت ولا مطرت الاول؟ ماشي مطرت الاول. طب طالما انا وصلت غرقان كل ميه يبقى الاول قعدت تمطر وتمطر وتمطر، يبقى هي مطرت وفضلت مالها مستمره. يبقى نقول ان السما ريند ولا هاد ريند ولا هاد بين ريننج؟ ايوه لازم هاد بين ريننج، لازم هاد بين فيرب بلس اي ان جي. يبقى الفيرست اكشن الحدث الاولاني لو ما قعدش شويه ناخد هاد والبي بي. لو قعد قال لك 3 سنين 5 سنين 4 ايام 3 ساعات يبقى نختار هاد بين فيرب بلس اي ان جي. احنا بقى ناخد الازمنه دي الاربعه دول. في بقى واحد دلوقتي بيقول لي ايه؟ يعني انا لما اقول انا اكلت ونمت يبقى اكلت دي ماضي تام؟ طب نمت بقى اللي هو بيسموه الحدث الثاني السكند اكشن. قال السكند اكشن ده بيجي في الباست سيمبل في الماضي البسيط. لو تاخد بالك الباست سيمبل الماضي البسيط بيتكون من التصريف الثاني وبيعبر عن الحدث الثاني. احنا بقى هناخد شويه الكلام دولت اللي هم الباست بيرفكت والباست بيرفكت كونتينيوس والكلام ده ونستخدمه مع قواعد النهارده اللي هي قاعده النهارده بقى حصه النهارده دي. عندي قاعده اسمها افتر واز سون از، عندي قاعده اسمها بيفور وباي ذا تايم، عندي قاعده اسمها تيل وانتيل، وعندي قاعده اسمها هاردلي وسكيرسلي ونو سونر. وهنراجع على وين كده بسرعه. نبدا بقى كده. اول واحده عندنا اسمها افتر واز سون از، وهنزود كده معاك في الملزمه اكتب ذا مومنت. ذا مومنت يبقى هما 3 كده افتر از سون از ذا مومنت. نترجم معلش اقول لك بنترجم ليه دلوقتي. افتر يعني بعد ماشي الحال، از سون از وذا مومنت يعني بمجرد ان. بيعملوا ايه دول بقى؟ بعقلك انت مش هقول لك انا. افتر يعني بعد. عايز تقول لصاحبك انا بعد ما ذاكرت نمت، انا بعد ما ذاكرت نمت، يبقى انت الاول ذاكرت وبعد كده نمت. يبقى الحاجه الاولانيه ان انت ذاكرت والثانيه انك نمت. معنى كده ان افتر بيجي وراه الفيرست اكشن اللي هو الحدث انهي؟ الاولاني. وبعدين السكند اكشن. يبقى بعقلك كده افتر دي هيجي وراها زمن ايه؟ ايوه كده هيجي وراها باست بيرفكت اللي هو ماضي تام. هيجي وراها باست بيرفكت اللي هو ماضي تام. والفيرب الثاني هيبقى زمنه ايه؟ هايل. هيبقى باست سيمبل اللي هو ماضي بسيط. معنى كده ان اول قاعده، لانك مش هتعرف بقى دلوقتي مفيش حاجه اسمها قاعده افتر، ده كل انا كاتبه على البورد ده افتر. اول حاله الافتر ان الفيرب الاول يجي باست بيرفكت ماضي تام والفيرب الثاني يجي باست سيمبل يعني ماضي بسيط. زي ما اقول ايه؟ قال زي ما تقول كده، تعالى كده خد اكزامبلز. قال زي ما نقول كده افتر I had cleaned the room. انا بعد ما نظفت الاوضه I slept نمت. بص لها بص لها. الراجل اهو بدأ بكلمه افتر اهو. الفيرب الاول اسمه هاد كلين ده ماضي تام، والفيرب الثاني اسمه سليبت ده باست سيمبل. طب عايز حد فيكم يجيب لي الجمله دي بس باسيف. يعني بدل ما اقول بعد ما نظفت الاوضه عايز اقول بعد ما الاوضه اتنضفت. الباسيف اهو بنبدا بالاوبجكت وبعدين هاد بين زائد البي بي. يعني الجمله دي عشان تبقى باسيف هتبقى عامله كده افتر الاول. لا انت لازم تبدا بافتر اهو. ذا روم. قول لي بقى اكتب هاد كليند ولا هاد بين كليند؟ ايوه كده هاد بين كليند اي سليبت. بص للجمله كده هتلاقي برضو جاي وراها باست بيرفكت عادي، جايب افتر اهو في الاول زي ما انا، وجايب وراها باست بيرفكت ماني تام بس انا عاملها باسيف، فبدل هاد كليند خليتها هاد بين كليند. طيب في ناس بقى تقول لك ايه؟ طب والنبي بقى كده بالمره يا بيه يا استاذ يا سيدي حط لنا افتر في النص. ايه ده؟ مفيش الكلام ده. افتر لما بتيجي في الاول بي وراها زمن ايه؟ باست بيرفكت. طب انا عايز اجيبها فين؟ في النص. قلت لك اي قاعده بتيجي في الاول او في النص اللي بعدها ده ثابت. هي في اول الكلام بيجي وراها ماضي تام، طب في نص الكلام نفس الفيلم يعني بيجي وراها برضه نفس الزمن اللي هو باست بيرفكت ماضي تام. طب وقبلها ايه؟ قبلها باست سيمبل اللي هو ماضي بسيط. طيب يعني وريني كده معلش جمله. ايه الجمله دي؟ افتر اي هاد كليند ذا روم اي سليبت. عايز اجيب افتر في النص هكتب كده اي سليبت. امتى بقى؟ افتر اي هاد كليند ذا روم. بص لها كويس
هتلاقي الراجل جايب افتر في نص الجمله، بعدها برضو مكتوب هات كليند. لما كانت في اول الجمله كان بعدها هات كليند، يعني في الحالتين جايب وراها باست بيرفكت ماضي تام وقبلها بس سيمبل. طب انا كنت قلت لكم في اول محاضره لينا مع بعض اوحش كلمه في الانجليش اسمها ايه؟ ذات. قلت لك ذات دي احترس منها، لان لو ذات دي جت بعد اي قاعده تاخدها يبقى هنعكس. قصدي ايه؟ قصدي ان انا هنا كاتب ان افتر عاديه، بعدها بس بيرفكت ماضي تام وقبلها بس سيمبل ماضي بسيط. طب انا مش عايز افتر، انا جايب افتر ذات. اللي انت مذاكره اعكسه، يعني هات بعدها بس سيمبل ماضي بسيط وقبلها بس بيرفكت ماضي تام. يعني الجمله اللي بتقول I slept after I had cleaned، لا هتبقى كده I had cleaned، انا نظفت، وافتر ذات وبعد ذلك I slept. ذات دي بتعكس لي الحاجات. خد بالك كمان لانه ممكن يطلع بقى اصيع مني ومنك ويعمل ايه؟ يجيب لك جمله تقول ايه؟ بص على السبوره كده I had cleaned، انا نظفت الاوضه. I slept، انا نمت، ويجيب لك النقط في الاخر. I had cleaned، انا نظفت الاوضه. I slept، احط النقط في الاخر. ما دام حط النقط في الاخر يبقى افتر مش هتنفعنا، لكن ينفع احط مكانها اللي انا كاتبها دي اللي اسمها افتر ذات، وينفع افتر ووردز اهي. ينفع بدل افتر ذات تبقى افتر ووردز، يعني وبعد ذلك. يبقى انا كده خدت اول حاله الافتر، ان افتر بي ورا الفيرب الاول بس بيرفكت ماضي تام، والفيرب الثاني بس سيمبل يعني ماضي بسيط. طب لو جت في النص هي بعدها بس بيرفكت ماضي تام برضو وقبلها بس سيمبل ماضي بسيط. طب لو جابها لي وفيها كلمه ذات اعكس، هات قبلها بس بيرفكت ماضي تام وبعدها بس سيمبل. طيب دي حاله. قول لي بقى لو انت بتمتحن جالك قال لك في الامتحان كده افتر I space for 3 hours I slept. عايزك تبص كويس، الراجل هنا برضو بادئ بكلمة ها افتر، بيقول افتر I space for 3 hours، انا بعد ما ذاكرت لمدة 3 ساعات نمت، انا بعد ما نظفت لمدة 3 ساعات نمت. هنا ما قاليش انا بعد ما نظفت، قال لي نظفت لمدة ها 3 ساعات، يعني الجملة كده فيها بيريود، فيها فترة. قال لو افتر جه بعديها فترة يبقى تجيب بعدها باست بيرفكت كونتينيوس ماضي تام مستمر بيتكون من هاد بين فيرب بلس اي ان جي. طب والفيرب الثاني لا سيبه بس سيمبل زي ما هو. يعني انا لو عايز اقول افتر اي نوت فور 3 اورز، بعد ما قعدت انظف 3 ساعات نمت، هل اكتب افتر اي كليند ولا هاد كليند؟ لا، اكتب افتر اي هاد بين كليننج. ليه قلت هاد بين كليننج؟ لان الجمله فيها فتره اللي هي 3 اورز اللي هي 3 ساعات. طيب خلاص، عايز اسال بقى لما تجي لك افتر في الامتحان هتختار وراها بس بيرفكت ماضي تام ولا ماضي تام مستمر؟ لا معرفش والله. لو في فتره هختار بس بيرفكت كونتينيوس، لو مفيش فتره هختار بس بيرفكت. ده انا والله كمان لو لقيت مكتوب افتر ذات هختار بس سيمبل، بس افتر ذات بتيجي في النص او فين؟ في الاخر اول لا. طيب حاجه بقى، لو في ولد فيكم بيقول لصاحبه انا بعد ما احرزت الهدف احتفلت، او انت بتقول لصاحبتها انا بعد ما سمعت الخبر فرحت. واحد احرز هدف وبعدين احتفل، يبقى الاول ايه اللي حصل؟ احرز الهدف وبعديها احتفل. بس في حاجه، الحاجتين كده ما حصلوش ورا بعض، وفي وقت حصلوا ورا بعض خبط لزق. يعني انت بعد ما تجيب جول هتحتفل بعدها بكام ساعه؟ في ساعتها. وانت لما سمعت انك نجحت هتعرفي يعني او جالك عريس هتفرحي بعدها بكام ساعه؟ زغرت بس في ساعتها. قال لو حاجتين حصلوا ورا بعض بس حصلوا ورا بعض خبط لزق، يعني الحاجتين حصلوا ورا بعض كده من غير ما يكون في بينهم وقت، ساعتها بقى افتر دي او as soon as او the moment تجيب الفيرب الاولاني وراهم بس سيمبل ماضي بسيط، والتاني زيه بس سيمبل برضه ماضي بسيط. امتى اعمل ده؟ لو جاب لي كلمتين حاجتين لسه حاصلين ورا بعض. عشان كده هو ممكن يجي يقول لك ايه؟ بص علينا كده، يقول لي كده after I space the goal I celebrated. after I not the goal I celebrated.
انا بعد ما احرزت الهدف احتفلت. فانا اقول لنفسي ايه؟ واحد احرز هدف ام احتفل. طب يا ترى الواد ده هيحتفل بعد الهدف بكام يوم؟ في ساعتها يبقى الحاجتين حصلوا ورا بعض ايه؟ خبط لزق. يبقى الاتنين بس سيمبل. يقول افتر اي سكورد ولا اي ووز سكورينج ولا هاد سكورد؟ لا يا عم، هي سكورد بس، هي سكورد بس، ماضي بسيط اهي. طب انت عايز تقولي انا بعد ما سمعت الخبر فرحت، تقولي as soon as I had heard والله I was hearing والله heard. هي heard بس سيمبل. كده بقى واخدين لافتر 3 حاجات، يا بس بيرفكت بس سيمبل ماضي تام ماضي بسيط لو حاجتين حصلوا ورا بعض في وقت، يا بس بيرفكت كونتينيوس ماضي تام مستمر بس سيمبل ماضي بسيط لو حاجتين حصلوا ورا بعض بس اداني فتره بعد ما قعدت اذاكر 3 ساعات نمت. يا اما بعد افتر اجيب الاثنين ماضي بسيط بس سيمبل لو حاجتين ورا بعض خبط لزق. يجيب لك كلمه ذن ثم يبقى الاثنين بس سيمبل، يجيب لك كلمه immediately فورا يبقوا الاثنين بس سيمبل، يجيب لك جمله تبين ان هم ورا بعض بعد ما شافت النار جريت، هتشوف الفرع هتجري في ساعتها، يبقى الاثنين بس سيمبل. طب افرض بقى عايز تقول لصاحبك انا بعد ما اكلت وبعد ما اكلت نمت وبعد ما نمت صحيت وبعد ما صحيت خرجت وبعد ما خرجت رجعت. يعني بدل ما تقول له انك عملت حاجتين قلت له انك عملت 50 حاجه. يعني عايز تقول بعد ما وصلت البيت واتغديت قابلت اصحابي وخرجت معاهم رجعت البيت نمت تاني. كده انت ما عملتش حاجتين، ده انت عملت 50 اكشن. اعمل ايه؟ قال لو كلمه افتر او as soon as جاب لك وراهم اكتر من حدث تقوم تخلي كل الجمله بس سيمبل، تخلي كل الجمله بس سيمبل ماضي بسيط اللي هو التصريف كام؟ التاني، ما عدا اول حاجه حصلت خليها بس بيرفكت. بصوا عليا كده وعدوا معايا. عايز تقول لصاحبك انا بعد ما وصلت كده 1 كلت 2 وذاكرت 3 ونمت 4 وصحيت 5 افتكرت 6 اني نسيت موبايلي في المدرسه. ده انا وصلت وكلت وذاكرت ونمت وصحيت افتكرت اني سبت موبايلي في المدرسه. اول حاجه حصلت انك وصلت البيت ولا كلت ولا نمت ولا ذاكرت ولا ان الموبايل سبته؟ ايوه اول حاجه ان الموبايل سبته، اهي سبت الموبايل دي تبقى ماضي تام وبقيه الجمله كلها بس سيمبل. يعني انا لو جالي بعد افتر حاجات يعني متتابعه كده اخلي كل الاحداث بس سيمبل ما عدا الفيرست اكشن بس اللي هو الحدث الاول، ده الوحيد اللي تخليه ماضي تام هاد والبي بي. يعني لو انت بتحكي لحد حكايه بتقول له ايه؟ بص عليا كده. after I arrived بعد ما وصلت I discovered اكتشفت I space my mobile at home بعد ما وصلت انا اكتشفت اني نسيت موبايلي في بيتنا. اقول after I arrived I discovered I left والله I had left. لازم had left. ليه had left؟ لان اول حاجه حصلت لي اني نسيت الموبايل وبعد ما نسيت الموبايل وصلت وبعد ما وصلت افتكرت، بس الاولى لازم تبقى بس بيرفكت. طيب اسال بقى حد فيكم كده وتقولوا لي انتوا سمعتوا، انا عارف ان انتوا خدتوا درس كتير كذا مره في اولى وثانيه، بس عايز اسالكم كده لو جبت لكم كلمه افتر دي في الامتحان وراها نقط وش كده بدون فاعل، يعني لو قلت لك في الامتحان افتر نقط وش كده، هل انا بعد افتر هنا حاطط اي او هي او شي ولا افتر ونقط بس؟ هايل. طالما افتر وراها نقط وش كده قول لي بقى هنختار ايه كده؟ ماشي يا عم فيرب بلس اي ان جي صح، بس ممكن كمان نختار ناون صح. طب والجمله الثانيه يعني انا لو قلت افتر مثلا ذا ماتش هنا جبت بعد افتر ناون، الفعل الثاني بقى قال الفيرب الثاني ده لازم يبقى بس سيمبل اللي هو بالعربي اسمه ايه؟ ماضي بسيط اللي هو التصريف الكام؟ الثاني. يبقى انا لو جالي افتر وراها نقط كده على طول من غير حاجه اقول اجيب بعدها ناون زي ما اقول افتر ذا ماتش افتر ذا فيلم، بس خد بالك الكلام ده ينفع مع افتر بس ما ينفعش مع as soon as. يعني ينفع بعد افتر تجيب ناون او فيرب بلس اي ان جي as soon as لا. طب ينفع كمان اجيب بعدها اي ان جي، يعني هي مكتوب افتر نقط ذا روم اقول افتر كلين ولا كليند ولا كليننج؟ لا كليننج فيرب بلس اي ان جي
وخد بالك جدا من اللي انا هقوله ده، واحترس. كان جايب جمله بتقول ايه؟ بتقول after space كوما، بص على الكوما دي، the room looked new. بص لي بقى كويس. الجمله الاولى بتقول after space the room I slept، بعد ما نظفت الاوضه نمت. مين اللي نظف؟ انا. فقلت after cleaning، جبت فيرب بلس ايه؟ ing. دي بتقول after نقط the room looked new، الاوضه بقى شكلها جديد بعد. هل المفروض اقول الاوضه بقى شكلها جديد بعد ما نظفت ولا اتنظفت؟ اتنظفت. يبقى خد بالك بقى عشان الجمله دي باسف. طب اعمل ايه بقى؟ قال لو كلمه افتر جات لك ووراها نقط من غير حاجه، انت بتحط فيرب بلس اي ان جي او بتحط نون. لو لقيت النقط دي بعدها كوما كده يبقى الجمله دي باسف. طب اعمل ايه؟ اوعى تحط نون واوعى تحط اي ان جي، حط الاجابه دي بينج زائد البي بي. بينج زائد البي بي. يعني اقول افتر نقط ذا روم، هل اقول افتر كليننج كوما؟ لا قول كده افتر بينج كليند، يعني بعد ما اتنضفت ذا روم الاوضه لوكد نيو بقى شكلها حلو. ادي افتر. في حاجات بقى بتساوي افتر زي ايه؟ قال في قاعده بتساوي افتر اسمها هافينج. ايوه احنا في بيج 2 في اول صفحه فوق في بيج 2. اول حاجه بتساوي بيج 3، انا اسف بيج 3. اول حاجه بتساوي افتر اسمها هافينج، اكتب برضو معناها بمجرد ان. صفحه 3 فوق خالص. هافينج دي بيجي بعدها البي بي تصريف ثالث. يبقى انا لو جالي قال لي في الامتحان هافينج نقط، اكتب بقى كليننج زي دي ولا كليند؟ كليند. طب اكتب هافينج رايت ولا رايتنج ولا ريتن؟ ريتن. بعد هافينج بي بي، بعد هافينج بي بي. والفيرب الثاني الجمله الثانيه بتبقى بس سيمبل. قام يعمل ايه بقى الراجل؟ يقوم يجيب لك كلمه هافينج في الامتحان ويجيب لك وراها نقط، فانت على طول تروح مختار بي بي تصريف ثالث صح؟ تلاقي بعد النقط فيه كوما ومكتوب ايه بقى؟ having نقط the novel was published، القصه اتنشرت بعد ما كتبت ولا بعد ما اتكتبت؟ ايوه يبقى ده باسف. يبقى ده باسف. طب انا متعود ان هافينج بي وراها البي بي التصريف الثالث. طب لو كانت الجمله باسف ما تجيبش البي بي، تجيب بعدها كده بين زائد البي بي. بين زائد البي بي. يبقى لما اقول لي هافينج نقط ذا نوفل واز بابلشد، القصه اتنشرت بعد ما كتبت ولا اتكتبت؟ اتكتبت. بنقول هافينج بين ريتن. هافينج بين ريتن. يبقى هافينج دي بي وراها البي بي تصريف ثالث، وينفع يجي وراها بين زائد البي بي لو كانت الجمله باسيف، زي ما افتر كان بيجي وراها اي ان جي او بينج زائد البي بي لو كانت الجمله باسيف. واحترس من الباسيف. كمان في حاجه تاني بتساوي افتر، عايزك تبص على الجمله الحلوه دي. جايب لي نقط في الاول وكاتب لي هي هاد ارايفد اي ليفت. هاد ارايفد بست بيرفكت ماضي تام، اي ليفت بست سيمبل. الجمله الاولى بست بيرفكت والثانيه بست سيمبل، بس ما بين الجمله الاولى والجمله الثانيه كاتب لي كلمه ذات. قال لك ايه؟ قال لك لو جبنا لك جملتين الفيرب الاولاني ماضي تام والثاني ماضي بسيط، ده بست بيرفكت ده بست سيمبل، بس في وسط الجملتين كده لقيت كلمه ذات، اوعى تختار افتر. ليك اجابتين صح، يا اما it was only when، اسمها it was only when، او it wasn't until. هي اسمها ايه؟ it was only when that، it wasn't until that. يبقى لما يجيب لي بس بيرفكت ماضي تام وبعدين ماضي بسيط بس في النص في كلمه ذات، هختار يا اما it was only when يا اما it wasn't until. ماشي الحال، ماشي الحال. دي افتر. دي ما طلعتش افتر، دي طلعوا افترات. ده ايه ده؟ ده طلع افتر بس بيرفكت بس سيمبل شغاله، بس بيرفكت كونتينيوس بس سيمبل عادي، بس سيمبل بس سيمبل ماشي، بس سيمبل بس سيمبل بس سيمبل بس بيرفكت ما بتقولش لا. اي ان جي ماشي، ناون دايسه، بينج معاك، بتساوي هافينج وبتساوي ات واز اونلي وين. يبقى ما تقولش قاعده افتر، وما يجيلكش في الامتحان يقول لك افتر وخد وراها كذا، خد وراها ايه؟ ما اعرفش. كل جمله وليها حدوته.
طب دي افتر يعني بعد، نروح لبيفور اللي معناه قبل. وما دام افتر يعني بعد، بيفور ده يعني قبل، يبقى هنعمل ايه؟ اعكس بقى كل اللي انا قلته. احنا بعد افتر بنجيب الفيرست اكشن، الحدث الكام؟ الاول اللي بيبقى ماضي تام، وبعدين السكند اكشن اللي بيبقى بس سيمبل. طب لما انا اقول لك ان بيفور يعني قبل، يبقى هيجي العكس. قول لي بقى انت، انا هكتب وراك. اكتب الفيرب الاولاني ايه اللي هو اسمه سكند اكشن. هيطلع ايه بقى السكند اكشن ده؟ ايوه بس سيمبل، ماضي بسيط. والفيرست اكشن حاجه من الاثنين، يا باست بيرفكت ماضي تام، يا باست بيرفكت كونتينيوس ماضي تام مستمر. هاد بين فيرب بلس اي ان جي لو في فتره. يعني انا صح اقول كده، اقول بيفور اي سليبت قبل ما انام، اي هاد ستادد ذاكرت، او اي هاد كلين نظفت. وينفع اقول كده بيفور اي سليبت قبل ما انام، I had been studying all day. قعدت اذاكر طول اليوم، قعدت اذاكر طول الليل all night. ادي بيفور وادي بيفور، هنا ماضي بسيط، هنا بس سيمبل برضه. هنا خدت هاد ستادد، هنا خدت هاد بين ستادينج، اصل في كلمه ها all day. طب هات لي بيفور في النص. خلاص بقى احنا اتعلمنا بقى، بيفور في الاول بي وراها بس سيمبل، في النص هيجي هنا ايه؟ هو نفس الكلام بس سيمبل. انا اسف. وقبلها يا باست بيرفكت ماضي تام، يا باست بيرفكت كونتينيوس ماضي تام مستمر. يعني انا لو كتبتها في النص اقول كده I had cleaned، انا نظفت الاوضه before I slept قبل ما انام. يلا يا عم اشرح لي قاعده بيفور ذات. اعكس، سامعك وانت بتقول شقلب. ذات شقلبه، يبقى هعكس، هجيب قبلها الباست سيمبل الماضي البسيط، وهجيب بعدها الباست بيرفكت الماضي التام، او ايه، او ماضي تام ايه كونتينيوس مستمر. يعني انا ممكن اقول كده I slept انا نمت before that وقبل ذلك I had studied. في واحده دلوقتي قاعده بتقول هو بيكروت بيفور كده ليه؟ ما بكروتش، بس ما دام افرض فهمت خلاص الليله بقى هي انا بس بعمل ايه؟ بعكس. طب يلا اشرحي لي بقى انت اللي بتقول بيكروت، قولي لو بيفور جه وراها نقط على طول هتختاري فيرب بلس ايه؟ ايوه، او ايه؟ ناون، او ايه كمان عشان الحبايب؟ بينج زائد البي بي. الكلام ده كله نختاره لو جاب لي بعد بيفور نقط بدون فاعل، يعني بيفور ونقط، والكلام ده يمشي مع بيفور ما يمشيش مع باي ذا تايم. فلما اقول بيفور نقط يا اما اجيب ناون يا اما اجيب اي ان جي. يعني اقول كده بيفور ذا ماتش قبل الماتش هي هاد ليفت، او بيفور نقط اي ستادد قبل ما نام ذاكرت، اقول بيفور سليبنج. طب هنا بيقول لي بيفور نقط ذا لوم لوكد باد، الاوضه هاد لوكد باد كان شكلها وحش قبل ما تتنظف، اقول بيفور كلين ولا كليننج ولا بينج كليند. ايوه كده بينج كليند. طيب في بقى واحد قاعد دلوقتي بيقول ايه؟ يعني افتر دي لو جه وراها نقط اختار فيرب بلس ها اي ان جي او ناون، وبيفور دي لو جه وراها نقط برضه بختار فيرب بلس اي ان جي او ناون. طيب افرض اخر السنه بقى قال لي جاب لي نقط كده وراح كاتب لي ستادينج، ده كده فيرب بلس ها اي ان جي، وقال لي في الاختيارات افتر ولا بيفور، انا بقى اختار مين؟ ده الاثنين صح، بس افتر لما بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي، تعالى معايا بقى، لما افتر بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي بتبقى الجمله الثانيه بس سيمبل، لكن بيفور لما بيجي وراها اي ان جي تبقى الجمله الثانيه بس بيرفكت. عشان كده يقول لك ايه؟ يقول لك لو جبنا لك فيرب بلس اي ان جي وحطينا قبليه نقط ما تحلش الا لما تبص على الجمله الثانيه. لو لقيت الجمله الثانيه ماضي تام يعني هاد والبي بي خد بيفور، لو لقيت الجمله الثانيه ماضي بسيط اللي هو تصريف ثاني خد افتر. يعني مثلا دي نقط studying I slept، انا بصيت على الفيرب اسمه slept ده ماضي بسيط يبقى الاجابه دي افتر. طب لو كتبت نقط studying I had slept I had slept لا ده ماضي تام يبقى الاجابه كلمه ها before.
احنا خدنا كده افتر واس سون از وبيفور وباي ذا تايم وكل الليله اللي فاتت دي. التالتة بتاعتهم بقى اسمها تيل وانتيل. تعالوا معانا كده عند تيل وانتيل دي. الاول الاثنين معناهم حتى اللي هي لغايه. فلما اقول لك انا استنيت لغايه ما جه، انا ما مشيتش لغايه ما وصل. هتلاقي عندك كده مكتوب ان تيل وانتيل دول بيجي قبليهم زمن اسمه باست سيمبل، ماضي بسيط بس نيجاتيف منفي. ماضي بسيط بس نيجاتيف منفي. وبعدهم بيجوا زمن باست بيرفكت. باست بيرفكت ده لسه قايلين اللي هو اسمه الماضي الايه؟ التام. طبعا انا عارف الماضي التام اللي هو بيتكون من هاد زائد البي بي. ايه ده بقى؟ قال الباست سيمبل نيجاتيف الماضي البسيط المنفي ده كذا حاجه. الماضي البسيط المنفي ده بيتكون من didn't زائد الانفينيتيف، او couldn't برضه بلس انفينيتيف، او wouldn't برضه بلس انفينيتيف. لا shouldn't، لا shouldn't، لا couldn't wouldn't، او wasn't بس دي وراها البي بي او adjective لان ده باسف، او weren't برضه وراها البي بي او الادجكتيف. يعني مثلا عايز اقول انا ما نمتش الا لما ذاكرت، اقول كده I didn't sleep until I had studied. بص لها كويس، ادي until، بص علينا، ادي until قبلها مكتوب didn't sleep ده باست سيمبل ماضي بسيط بس نيجاتيف، بعدها مكتوب had studied بعدها باست بيرفكت. فخلاص تيل وانتيل بيجي قبلها بس سيمبل نيجاتيف بعدها باست بيرفكت. في حاله كده لتيل بس الحاله دي تمشي مع تيل بس ما تمشيش مع انتيل. قال ينفع نجيب قبلها باست بيرفكت ماضي تام وبعدها باست سيمبل ماضي بسيط بس مثبت. قصدي ايه؟ قصدي ان انت ينفع تقول بالانجلش كده I had waited، انا استنيت till he arrived. ده صح. طيب اهي ادي till اهي قبلها مكتوب had waited ده باست بيرفكت ماضي تام، بعدها مكتوب arrived ده باست سيمبل ماضي بسيط. في بقى جمله جت بس عايزك تفكر قبل ما تجاوب، بتقول the soldiers الجنود not until the officer had ordered them to move. طب الجمله دي بتقول the soldiers الجنود not until the officer had ordered them to move، يعني الجنود عملوا ايه لغايه ما الضابط امرهم يتحركوا. كان جايب لهم في الاختيارات ايه؟ didn't stop ولا wouldn't stop ولا stopped ولا wasn't stopped. الحفيظه قالوا ايه؟ didn't stop او ايه ده؟ طب ما wouldn't صح. انت لو بصيت للجمله دي لو انت حافظ بس ان تيل وانتيل بيجي قبلها بس سيمبل نيجاتيف هتحل غلط. الجمله بتقول ايه؟ بتقول ان السولجرز عملوا ايه لغايه ما الضابط قال لهم يتحركوا. هنقول ان العساكر لم يتوقفوا ولا توقفوا؟ ايوه توقفوا تبقى ستوبد. فهو دلوقتي هيقول لك ايه؟ بس ده ماضي بسيط مثبت، لا ده منفي. بس في نفي اسمه سيمانتك نيجيشن، يعني نفي بالمعنى. يعني ايه نفي بالمعنى؟ يعني انا لما اقول لك اني خالد ما مشيش لغايه ما ابوه جه. خالد ما مشيش لغايه ما ابوه جه، فممكن اقول كده ان خالد didn't leave. ممكن اقول خالد السيد قعد. انت اللي بتقول انا ما اكلتش فتقول I didn't eat. طب ما تقول I fasted صمت. طب هنا بيقول ان الجنود ما اتحركوش didn't move. طب ما هي stopped. عشان كده بقول لك بلاش حكايه الحفظ، انت تفهم الجمله عايزه ايه. يبقى البس سيمبل نيجاتيف ده ممكن يبقى didn't او couldn't او wouldn't او wasn't او weren't او نيجاتيف بالميننج، يعني نفي بالايه؟ بالمعنى. طيب دي حكايه تيل وانتيل. ينفع بقى انتيل يجي ورا نون؟ يا عم قول انتيل ده ماتش وتيل ده ماتش، يعني زي ما افتر بيقول افتر ده ماتش. طيب عندي كمان في بقى حد دلوقتي بيقول ايه هي دي كده مش زي بيفور؟ هي بالظبط كده، هي بتساوي بيفور هنا. عندي كمان قاعده اسمها هاردلي وين وسكيرسلي وين ونو سونر ذان. هاردلي وين وسكيرسلي وين ونو سونر ذان، الثلاثه بالعربي يعني لم يكد ان. يعني ايه بقى لم يكد ان؟ يعني يا دوبك، يا دوبك ذاكر كلمتين راح نايم، يا دوبك كل لقمه راح قايم. قال كلمه هاردلي وكلمه سكيرسلي وكلمه نو سونر الثلاثه بيجي وراهم نفس القاعده، بيجي وراهم هاد والفاعل والبي بي.
الثلاثه بيجي وراهم هاد فاعل بي بي ماضي نايم على شكل سؤال، والفيرب الثاني بيجي بس سيمبل. ينفع كمان بدل هاد تجيب وراهم ديد فاعل والانفينيتيف. طب لو جم مع بعض لا خد هاد. يعني انا لو عندي جمله عايز استخدم هاردلي هقول كده هاردلي. قول لي بقى قول هاردلي I had studied ولا had I studied؟ لا لازم had I studied كوما. ما دام كتبت هارد يبقى هكتب هنا when I slept. بص لها اهي ادي هاردلي في اول الجمله جبنا وراها had والفاعل والبي بي when بس سيمبل. طب اللي بعدها scarcely نفس القاعده اقول كده scarcely had I studied كوما برضه هكتب when I slept. طب عايز استخدم no sooner يلا no sooner اهي no sooner had I studied بس ما تكتبش when بقى اكتب than I slept. يبقى مع هاردلي باخد when وسكيرسلي when الا no sooner بس بتاخد than بالايه مش بالاي. طب لو عايز اجيب هاردلي وسكيرسلي ونو سونر دول في نص الجمله قال تبدا بالسبجكت بالفاعل وبعدين تكتب هاد واي كلمه فيهم. يعني تقول I had hardly I had scarcely I had no sooner والبي بي وكمل الجمله. يعني تقول ايه؟ يعني هي كاتب hardly had I studied لا هتخليها كده I had hardly studied when I slept. طب scarcely I had scarcely studied when I slept. طب no sooner هتبقى I had no sooner studied بس مش هكتب وين بقى هكتب ايه؟ برافو عليكي than I slept. بص لها بدأت بالفاعل اللي هو I بعدين كتبت had الكلمة اللي هي hardly studied وكملت الجملة when I slept. هنا برضو كتبت I had scarcely studied when I slept. هنا كتبت I had no sooner studied than I slept. طيب دي بتاعة الحصة يعني بتاعة اليونت ده. أفكركم بقى بسرعة كده كنا في يونت 1 خدنا وين خدنا 3 وينات. كان في ال3 حالات وين بي وراها بس سيمبل. كان في ال3 حالات بي وراها بس سيمبل. دي مش بتاعة النهارده بتاعة المرة اللي فاتت. طيب وين كان بيجي وراها بس سيمبل وبعدين الفيرب التاني بيبقى ووز او وير فيرب بلس اي ان جي اللي اسمه ماضي مستمر. او بيجي وراها بس سيمبل والفيرب التاني بيجي هاد والبي بي اللي اسمه ماضي تام. او بس سيمبل بس سيمبل الاثنين ماضي بسيط. ايه الفرق؟ قال لو وين كان في حاجه شغاله والتانيه قطعتها يعني عايز اقول انا لما وصلت كان قاعد بياكل يبقى الفيرب الاولاني ماضي بسيط والتاني ماضي مستمر. زي ما اقول كده when I arrived he space وبعدين يقول لي I ate with him قعدت اكلت معاه. بيقول لي انا لما وصلت اكلت معاه يبقى انا لما وصلت الواد ده كان بياكل ولا كل؟ لسه بياكل هيبقى نقول he was eating لان الشيء الفيرب كان continuous هو مستمر. طب لو قال لي بقى نفس الجمله دي بس قال لي when I arrived his base I ate alone. طب هو بيقول لي when I arrived ده انا لما وصلت اكلت لوحدي. ده معناه ان انا لما وصلت كان بياكل ولا كل؟ قال لك ايه؟ قال لك يبقى دول حاجتين فيرست اكشن انه كل وسكند اكشن انه وصلت. يبقى الفيرب الاولاني ماضي بسيط والتاني يطلع ماضي تام. يبقى نقول when I arrived he had eaten. خد بالك انا مش بشرح ده بتاع الحصه اللي فاتت انا بفكرك. امتى بقى وين يجي وراهم بس سيمبل لو حاجتين حصلوا ورا بعض خبط لزق زي افتر. يعني اما اقول لك ايه when she saw the fire لما شافت النار she صرخت. فانا اقول واحده شافت نار صرخت هتصرخ بعدها بقد ايه؟ في ساعتها. يبقى الفيرب الاولاني ماضي بسيط والتاني زيه اقول she screamed او she cried او she escaped. ده بالنسبه لافتر وبيفور واس سون اس. اوعى بقى تقع في الوقعه اللي انا هقولها لك دي. عايزك تكتب ورايا حاجه مهمه قوي. لو رحت امتحن لقيت الراجل جايب لي جمله بتقول كده بصوا كده معايا هنا معلش بص على المربع الصغير قوي ده صغير بس فظيع. لو قال لي في الامتحان
after I have studied I space. خد بالك هو بادئ بافتر بس دي مش هاد دي هاف، يبقى كده جايب لي بعد افتر الفيرب زمنه بريزنت مضارع. حط ده حلقه في ودنك. كل الادوات اللي انا شرحتها دي افتر واز سون از وبيفور وباي ذا تايم وكل اللي احنا اخدناه ده لو جالك في الامتحان وجايبها لك كده، يعني جاب لك افتر او از سون از وجاب لك وراه الفيرب بريزنت، بص بقى كده ممكن تكتب القاعده دي معاك كده، ان اي اداه ربط زمنيه يعني افتر او بيفور او اي حاجه يجيب لي وراها الفيرب الاولاني بريزنت بيبقى مضارع بسيط او مضارع تام. انا اختار الناحيه الثانيه فيوتشر مستقبل. اي اداه ربط تجيلك ويجيب لك وراها الفعل الاولاني مضارع، خد انت الفيرب الثاني فيوتشر يعني مستقبل. قصدي ايه؟ after I have studied انا بعد ما ذاكرت، لا انا عايز اقول بعد ما ذاكر هنام لانه كاتب لي هاف مش هات. قول له I will sleep. يبقى يقول لي لو جبنا لك اي اداه ربط افتر او بيفور او وين او اي حاجه وجبنا وراها الفيرب الاولاني بريزنت مضارع، الناحيه الثانيه خد فيوتشر مستقبل، خد ويل انفينيت. اوعى تنسى ده. عايز بقى كده نمسك قلم ونروح نحل سوا. يلا نحل. عندنا النهارده جرامر تاني بس حاجه كده يعني مش هتاخد وقت خالص، حاجه كده اسمها اي ويش ويف اونلي معاك كده في الملزمه في بيج 7. اي ويش ويف اونلي دول اكتب عليهم كده معايا للتمني، لما اكون بتمنى. يعني اقول مثلا اني اي ويش انا بتمنى اي سبيس علي اقابل علي. اهي اي ويش اي سبيس علي انا بتمنى اقابل علي. قال لما تيجي تقول انا بتمنى هتقول اي ويش او اف اونلي. اي حد بيتمنى يا اما يتمنى شيء في البريزنت، يا اما يتمنى شيء في الباست، يا اما يتمنى شيء في الفيوتشر. يعني اما بتمنى حاجه يا اما بتمنى حاجه في المضارع زي دي اي ويش اي نوت علي ناو، يبقى ده بيتمنى قابل علي دلوقتي. يا اما بيتمنى شيء في الماضي زي ما اقول اي ويش اي نوت علي يسترداي، يا ريتني قابلت علي امبارح. يا اما بيتمنى شيء في الفيوتشر في المستقبل فقول اي ويش اي نوت علي تومورو. قال لي ايه بقى؟ قال لي لما تقول انا بتمنى شيء بتقول اي ويش. لو كنت بتتمنى شيء في البريزنت في المضارع يعني قال لك اي ويش اي نوت علي ناو، انت بقى اختار الفعل باست سيمبل ماضي بسيط. يعني لو جالك في الامتحان قال لك كده اي ويش اي نوت علي ناو، قال لك اختار اي سي والله اي سو والله اي هاد سين والله اي ويل سي. قول له لا يا عم انت كاتب اي ويش وكاتب ناو، يبقى انت بتتمنى في المضارع، انا هاخد ماضي بسيط يبقى الاجابه سو بس سيمبل. طب افرض قال لي اي ويش اي نوت علي يسترداي، يبقى ده بيتمنى شيء بس فين بقى؟ في الماضي. في الماضي يبقى انت هتختار في الامتحان باست بيرفكت ماضي تام هاد والبي بي. يقول لك اي ويش اي نوت علي يسترداي، ما تقولش اي سو، قول اي هاد سين. طب افرض قال لي اي ويش اي نوت علي تومورو، يبقى ده بيتمنى قابل علي بكره، ده مستقبل، يبقى خد الاجابه اللي فيها كود او وود زائد الانفينيتيف. يقول اي ويش اي كود سي علي. عامله زي قاعده وود راذر بالظبط كده، صح، عامله زي وود راذر بالظبط. في حد قال لي طب افرض قال لي اي ويش وحط لي وراها نقط كده على طول، اعمل بقى زي افتر اجيب اي ان جي؟ لو اي ويش جات لك هنا انا كاتب اي ويش اي، طب ما فيش اي قال لي اي ويش بس، اختار فيرب بلس اي ان جي. ده لما نتكلم على قاعده اي ويش.